ايه مصر اولا دي؟ ده علم مصر الجديد. ايه علم مصر الجديد ده؟ انا اول مره اسمع عنه. هنجدد العلم، هنجدد الفكر، ونرفع درجة الوعي، ونطير النسر. يعني ايه وازاي تعمل الكلام ده؟ ومين حضرتك عشان تعمل الكلام ده؟ أنا هقول لك أنا مين وليه وإزاي وإمتى وفين في دقيقة، وأشرح في ساعة. بل ممكن تبقى ساعة ونص، قد تكون ساعتين، يعني على حسب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. معكم الفقير إلى الله بروفيسور حسن حسين الفولي حسين إبراهيم سليمان عبد المنعم اللواء، باسم الشهرة دكتور حسن اللواء. دكتوراه في الأمراض الكهربائية، وده علم اجتهاد مش من أي جامعة. وسفير لجنة تطوير التعليم، ومستشارا بالأمن القومي، ورئيس المجلس الملكي لصناع القرار، ورئيس الأكاديمية الملكية للعلوم والطاقة الروحانية للتنمية الشاملة والتدريب. وأخيرا وليس آخرا، الحاكم بأمر الله. النسر طار، متستغربش، اللي جاي أغرب. حصلت على وشاح السفير في الملتقى العالمي الأول لجودة التعليم، تطبيق المواصفات العالمية للأيزو 21001 لسنة 2018 بجودة التعليم. سمعنا إن مصر طبقت المواصفات العالمية للأيزو في 2019، بس ما قالوش مين اللي عمل كده ولا إزاي حصل الكلام ده. طب واحده واحده كده عشان الكلام ده كبير وعايزين نفصله. نبدا كده بالبدايه. في البدايه احب اعرف نفسي للناس اللي بتشاهدنا دلوقتي، وللي ما يعرفنيش انا احمد محمود مندور، طالب الاول وحاصل على المبتكر الصغير على مستوى الدهليه، ومؤلف كتب في مجالات الاقتصاد والبيزنس، وعندي اكاديميه تعليم البرمجه وسبيشال سايت وسمارت فيجن اكاديمي. والحمد لله بحاول ان انا استضيف الناس القمة في مجالاتهم والناس اللي عندها خبرة، ونتناقش معاهم وجها لوجه، ونحاول نعرف الموضوع وراه ايه. اهلا بيكم. واحدة واحدة هنعرف القصة فيها ايه النهاردة. اهلا بيك يا دكتور حسن. أهلا بيك يا أستاذ. طيب واحدة واحدة كده نعرف إيه ليه هنغير العالم اصلا. هنغير العالم، هنجدد الفكر، مش هنغير العالم، إحنا هنجدد العالم. بمعنى ايه بقى؟ يعني بمعنى إن إحنا هنجدد الفكر، ونرفع درجة الوعي، ونطير النسر. طب اشمعنى الناس نطيره؟ اشمعنى النسر نطيره؟ هو الرمز اللي في العالم. طب ما احنا لو طيرنا النسر من العالم هيصبح العالم بتاعنا زي لا، العالم النسر مش هيروح وما يجيش، عالم النسر موجود. مال. لكن هو بنطيره، هو موجود في الناس في العالم، بس هو يعني قد يكون مش اي حد يعرف يلاحظه، مش اي حد يشوفه. هو موجود، مش موجود. طب ازاي انا مش واخد بالي. موجود، يعني النسر دلوقتي موجود في مصر موجود، اولا. موجود. طب ايه حكاية مصر اولا دي؟ يعني الفكرة جت منين؟ الفكرة بتاعت مصر اولا دي جت من 2011، موجودة في ذاكرتي وفي ذهني. في 2011 ده فترة كانت صعبة جدا. الفترة دي مصر كلها عاشت الفترة دي، العالم كله عاش الفترة دي، وبالذات على خاص مصر. كانت فترة صعبة. أنا كنت في الجيش في الوقت ده، كنت في سلاح المهندسين في مكتب التدريب والعمليات لمركز تدريب مشترك الهيئة الهندسية. أنا كنت دفعة 2010، دفعة 2010. تمام. دبلوم تجارة، دخلت الجيش دبلوم تجارة. من أول يوم في الجيش أنا انضميت لمكتب التدريب والعمليات بدون واسطة ولا أي حاجة. كان في عساكر هتسلم ونزلوا الطابور يعرفوا مين بيعرف يشتغل على الكمبيوتر، أنا طلعت معاهم واختبروني وانضميت للمكتب. الشغل الروتيني اليومي اللي في المكتب، جوابات مأمورية وفاكسات، وأنا مركز تدريب عندي بيجي من 3000 ل 5000 عسكري كل 3 شهور. بنعمل البرنامج التدريبي للعساكر المستجدين. يعني انت مسؤول ان انت تعمل البرنامج التدريبي للعساكر اللي هو بمعنى اصح مركز تدريب. مركز تدريب مشترك الهيئة الهندسية اللي بيشمل هو جميع تخصصات سلاح المهندسين، من مهندسين ومساحة ومية وتدريب مباني ومفرقات ونسف. كل تخصص وليه برنامج. تمام. انا مش بعمل حاجه جديده في البرنامج، انا البرنامج موجود عندي من الاول. انا بعدل اليوم التاريخ على حسب الدفعه اللي موجوده، وبطبع واوزع الكتائب. كل 3 شهور الدفعه الجديده بعملها لها نفس الكلام. بعمل الخطه الزمنيه لست شهور مستقبليه بتاعت المركز. انا عندي من الرمايه وعندي انشطه كتير. جميع الوحدات اللي في القطاع بتيجي تنفذ عندنا الانشطه بتاعت الرمايه وخلافه كتير، يعني حاجات كتير. عملت خطه مستقبليه لسنه ونص مستقبليه من كتيب تعليمات هيئه التدريب. انتهت 2010 بالروتين بتاع أي وحدة عسكرية. ولكن لما دخلنا في 2011 ومع اندلاع ثورة يناير. بالظبط، يعني في يناير 2011. 2011 مع اندلاع ثورة يناير. تمام. جالنا فاكس من هيئة تدريب القوات المسلحة بضغط البرامج التدريبية لجميع تخصصات سلاح المهندسين من 45 يوم ل 30 يوم.
من 45 يوم ل30 يوم، يا ده 15 يوم يعني 15 يوم هيتحسبوا من البرنامج، يعني كده تلت. هحذف. كان آه. الضابط المقدم وليد عشماوي وقتها كان مشي، وانا شفت الفاكس، رحت طبعت كل البرامج على ورق داشت، حطيتهم قدامي كده على المكتب، قعدت اشوف ايه المتشابه في البرامج، ايه اللي انا ممكن احذفه. فانا لحد ما اللمبه نورت. انت المسؤول ان انت تحذف، انا مش انا المسؤول ان انا احذف، بس انا يعني انت صاحب القرار. انا مش انا برضه صاحب القرار. انا بشوف انا ممكن اعمل ايه. انا ضابط مشي، اللي هيقول لي اعمل ايه، فانا بفكر هعمل ايه من ما هو يجي، لان انا اللي هنفذ الكلام ده. يعني انت حضرتك قدام امر الواقع ان انت تشيل 15 يوم تدريبي من 45. بالظبط، انا جاي لي فاكس ان انا احذف 15 يوم. تمام. بشوف ايه المتشابه، وجات لي جات لي الفكره، وخلاص لميت الورق، واستنيت تاني يوم لما جه الظابط دخلت له الفاكس، اراء اللي ده عايزين يحذفوا يضغطوا التدريب ل 30 يوم. قلت له يا فندم انا قريت الفاكس. قال لي احنا ما عندناش حد يعمل الكلام ده. قلت له ازاي يا فندم؟ قلت له مفيش. قلت له طب انا يا فندم أنا فكرت في حاجه ممكن اعرضها على حضرتك. قال لي قول فكرت في ايه. رحت جايب الورق وريته له، قلت له احنا ممكن نحذف بدايات التدريب، الصفا والانتباه والتعليم الاولي، اللي الحاجات الصف ضباط حاجات دي متعود عليها على طول مع العساكر في التمامات وكده. قال لي انت تعرف تعمل الكلام ده؟ قلت له يا فندم دينا مع بعض وبنتعلم. تمام. قال لي طب ماشي ورينا هتعمل ايه، نفذ. قلت له بس ده هياخد وقت. قال لي براحتك. بالفعل اخدت الورق ودخلت مكتب التدريب. انا الان عندي مكتبين، واحد تدريب وواحد عمليات. العمليات فيه 3 اجهزه كمبيوتر اللي بنشتغل بيها فاكسات وخطابات وجميع الشغل. مكتب التدريب ده فيه جهاز واحد، والمكتب بتاع ضابط التدريب. تمام. فانا نبهت على زمايلي انا في التدريب، وبضغط البرنامج عليه شغل ليه، ما حدش يزعجني فيه ولا يدور عليه. قالوا لي تمام. دخلت التدريب، انا مش عارف ابدا منين. لسه انت موضوع اول كبير. مره حاجه، انت اول مره الموضوع كبير، تعملها. اول مره انا احط في حاجه دي، اختبار كبير قوي. مش عارف ابدا منين، ولازم ابدا صح عشان انهي صح. انا عندي الكتب بتاعت المواد، فتحت الدولاب، مسكت اول كتاب كده، بسم الله، فتحت الجلده، اللمبه نورت. لقيت عدد ساعات التدريب. ايه عدد ساعات التدريب دي؟ رقم بتاع عدد ساعات، 3 تمام، ساعات 4 تمام. ساعات زي ما تكون. مسكت كتاب تاني، بص نفس الكلام، عدد ساعات تدريب. طلعت كل الكتب، جبت ورقة وقلم، كتبت كل المواد وعدد ساعات تدريب كل مادة، جمعتهم. أنا المفروض عندي 45 يوم، اليوم التدريب 4 ساعات من الساعة 10 للساعة 2. المفروض ال4 ساعات دول في 45 يوم دي 180 ساعة. أنا تمام، مظبوط. لما جمعت المواد اللي أنا جمعتها ما ادتنيش 180، ادتني أقل. في حاجة غلط، ناقصه. في حاجة غلط. حاجه ناقصه. رجعت اللي أنا نقلته تاني مظبوط، رحت ماسك البرنامج راجعته، لقيت فيه توقيتات الراحات، حسبتهم وضربتهم في 45 يوم، حسبت توقيتات اليوم، طلع اليوم معاك ضربتهم في مظبوط. 45، جمعتهم مع الرقم اللي جاني اللي انا مجمعه، جابت لي 180 مظبوطين. تمام. قلت انا كده تمام، كده انا برنامج ظبط على 30 يوم. كده انا عرفت انا التوقيتات دي مين رايح فين. اخدنا توقيتات الراحات زي ما هي، وبالنسبه وتناسب، لان مش كل المواد عدد ساعتها زي بعض، بالنسبه وتناسب ضغطنا كل ماده على حسب ما هتظبط لنا ان ال 30 يوم هيدونا 120 ساعه في الاخر. ايوه، تمام. وبالفعل انا كنت كل يوم امسك تخصص ما اسيبهوش الا لما اكون مخلصه. خلصت بعد قد ايه؟ بعد اسبوع. يعني اسبوع كان البرنامج خلصان من 45 يوم ل 30 ل يوم. 30 يوم انا كنت كل يوم امسك تخصص ما اسيبوش الا لما اكون مخلصه، ما ينفعش اسيبه. في الاخر خالص اخر يوم ده رجعت والحمد لله كله تمام. طبعا الضابط كان بيسالني كل فتره، كل يوم والتاني، ايه الاخبار والبرنامج وكده. المستجدات يعني. فانا بقول له الدنيا تمام، بس هو ما يعرف ايه تفاصيل. طب سؤال برضه هيجي على باله وهيجي على بال المشاهدين دلوقتي، ليه البرنامج اتضغط من 45 يوم ل 30 يوم؟ احنا كنا في وقت الثوره، في انفلات امني في البلد. عاوزين العساكر تدخل وفي نفس الوقت عشان تتدرب وقت، تاخد وقت اقصر في التدريب، يعني العسكري يبقى داخل في اقرب وقت، يبقى وصل عشان للواجهه يروح الوحده يخدم الاساسيه. الوحده بتاعته الاساسيه. بالظبط. يعني ما تقولش في مركز التدريب لان محتاجين العساكر في اسرع محتاجين وقت. عساكر كتير في الوقت ده. والموضوع اكتفى على كده على 30 يوم. الموضوع احنا خلصنا 30 يوم وسلمته للضابط، قال لي انت خلصت؟ قلت له الحمد لله خلصت تمام. راجعوا، اتصل بالمقدم هنا العربي ضابط التدريب، برضه جه تاني يوم راجعوا تمام. دخلنا قائد الوحده العميد طارق عبد الحكيم محمد حسن، راجعوا واعتمدوا،
وعملنا جواب مأمورية لصف ضابط راح تدريب قوات مسلحة يعتمدوا، رجعوه واعتمدوا واعتمد وجي اشتغلتوا بيه. وجي صورناه ووزعنا الكتائب وترحلت الدفعة وتمام على كده. جه الدفعة اللي بعدها جالنا فاكس بضغط البرامج من 30 يوم ل 21 يوم. فأنا دخلت للضابط بالفاكس سوله، قال لي عايزين 21 يوم. أنا هتودي يا فين فندم تاني؟ أنا قريت يا فندم الفاكس، بس أنا عملت اللي قدرت عليه، أنا ما أعرفش أحذف إيه، أنا ما أعرفش تفاصيل المناهج دي عشان أقول أحذف إيه وما أحذفش إيه. قعد يفكر كده هو شوية مع سادة الضباط اللي معانا كانوا موجودين في الوقت ده، فاقترحوا عليها صل مساعد أول إبراهيم، ده كان مساعد أول صل في التدريب الكتايب، ده راجل خبرة وقديم ويعرف تفاصيل المناهج. بالفعل بعتنا له وجه، اديت له البرنامج التدريب الأول اللي عملناه 30 يوم، شافه قال لي أنا شفته ده في الدفعة اللي فاتت وجميل وممتاز وحلو يعني. اديت له الفاكس، قال لي ده عايزين ضغطة 21 يوم. قلت له بالظبط. قال لي طب أنا مطلوب مني إيه؟ قلت له احنا بس محتاجين من حضرتك تقول لنا نحذف ايه، احنا ما نعرفش تفاصيل المناهج. قال لي لو على تحذف ايه دي سهله يعني. فالوقت ده انت محتاج فعلا المختص اللي فاهم في البرنامج التدريبي عشان يقدر يقول لك هتشيل ايه وما تشيلش ايه، ايه المهم وايه اللي يليه في الاهميه. بالظبط كده. تمام. قال لي طب والتويتات؟ قلت له ما تشغلش بالك بالتويتات دي ان شاء الله انا هظبطها. قال لي ماشي. قال لي على ماده وقال لي احذف دي. قلت له ماشي تمام. هو مشي خلاص، راح الكتيبه للتدريبات اللي هو كان شغال عليها، وانا مسكت البرنامج برضو اشتغلت عليه على بنفس الطريقه اللي عملت بيها البرنامج الاولاني، وتقريبا اخد برضو نفس الاسبوع وخلصت ورجعت وطبعت البرنامج وبعتنا له جه عشان برضو هو يشوف البرنامج ويراجعه وعجبه جدا. وسألني انت عملت الكلام ده ازاي؟ هو مش عارف انا عملت ايه. طب انت عملته ازاي الكلام ده؟ ما انا شرحت لك يعني إيه ان انا الخلفيه جت منين يعني؟ لما انا اخدت الكتب انا اخدت عدد ساعات التدريب بتاعت كل ماده. تمام. جمعت المواد كلها وانا عندي 120 ساعه ال 30 يوم وكانوا 180. انا عايز احذف كام؟ عايز تشيل 60 ساعه. 60 تقريبا. ال 60 ساعه وزعتها على المواد كلها. كل ماده يعني مثلا لو الماده دي بتتدرب في 4 ساعات، ساعتين هحل. لا مش للدرجه دي. احنا لسه انا ما اعرفش اللي هيجي جاي ايه، انا ما كنتش اعرف ان في حذف تاني بعد كده. انا حذفت على حسب النسبه اللي تديني في الاخر ان كل دول يدوني اجمالي 120 ساعه، وكل دول مش في برنامج واحد، ده هم كل المواد متوزعه على التخصصات، يعني المهندسين ومساحه وميه وتدريب مهني ومفرقعات ونسف، كل تخصص ليه المناهج بتاعته، ليه المواد بتاعته، وكل تخصص لازم يتشال حاجات معينه. في حاجات مشتركه. المشتركه دي اللي انا حذفتها في البدايه، التعليم الاولي والصفا والانتباه. الحاجات دي مشتركه اتحذفت في البدايه واتبقى منها حاجات بسيطه اللي هو هتتحذف في ده وفي ده وفي ده وفي ده. لكن انا في الحاجه التانية بقى حذفنا ماده كامله اتحذفت. ماده كامله؟ انت عشان تضغط هي مش مهم. فماده مش مهمه ليه قابليه انها تتحذف. الاولويات يعني اتحذفت. بالفعل احنا نفذناه ل 21 يوم وبدات تضغط لغايه ما وصلتوا لكام يوم في الاخر خالص؟ احنا وصلنا لاسبوع من 21 يوم. تدريب من في الاساس 45 يوم لاسبوع. الاول 30 بعد كده 21. هو الاول خالص كان 45. الاولاني اللي كان موجود 45 طبيعي، وده اللي بيعتبر في الوقت الحالي، ده في الوقت الطبيعي وقت السلم العالي. بعد كده 30 يوم، بعد كده 21 يوم، بعد كده 15 يوم، بعد كده 10 ايام، واخر حاجه كان اسبوع. في برنامج الاسبوع ده لما جالي الفاكس انا اتعصبت. انا عندي مواد 10 دقايق، يعني انا عندي من الساعه 10 للساعه 2 4 ساعات. انا وصلت للمواد ان انا بدرب في 10 دقايق و12 دقيقه و15 دقيقه يعني و7 دقايق. حطيت برنامج 7 دقايق ده ال 10 ايام، يعني بقى ماشيين بالدقيقه. لما انا اوصل ل7 ايام وانا المواد اللي عندي ما ينفعش احذف منها حاجه. احنا ودخلت للضابط بعرض عليه الفاكس، اللي ده عايزين اسبوع. قلت له يا فندم انا داخل بالفاكس والبرنامج اللي 10 ايام، انا يا فندم انا احذف ايه من الكلام ده؟ قاعد اقرا كده اللي ما تحذفش ولا حاجه. قلت له ماشي انا هخليه زي ما هو بس هضغطه ل7 ايام اللي هتعرف. قلت له احنا عملنا كل اللي فات ان شاء الله مش هنغلب في داهيه. ما جاتش على 3 ايام. انا ضغطت لدرجه ان انا معايا وصلت مواد لدقيقتين، في دقيقتين تدرب الماده دي، يعني بعد الدقيقتين دول في حاجه تانية هتدربها،
وهكذا لمدة الأسبوع. والحمد لله خلصناه وتراجع واعتمد من كل البرامج بتعتمد من هيئة تدريب قوات مسلحة. لا لازم طبعا. ده شيء طبيعي. بعد ما خلصنا خالص البرامج في الفترة دي احنا كنا ممكن في شهر 6 أو 7 كان كل يوم والتاني تفتيش شكل، اشمعنى؟ تفتيشات على ال الأقسام، الأفراد وشؤون الطلبة والماليات تفتيش روتيني يعني. تفتيش هو بطبيعة الحال كل فترة بتيجي تفتيشات من هيئة تفتيش على جميع الوحدات مش احنا بس. فاحنا الفترة دي من بعد ضغط البرامج تفتيشات البلد في حالة طوارئ كلها، فلازم يبقى فيه استعدادات لكل حاجة. فأي حد من الأقسام اللي كان عنده هو التفتيش ناقصه أي حاجة كان بيجي لي، لأن أنا عندي مكتب العمليات المسؤول عن أي ورقة بتتكتب على كمبيوتر. طبعا. فبفضل الله احنا كل حاجة ظبطناها، كل حاجة كانت تمام. بعد ما خلصت كل تفتيشات المركز يقول القائد عايزين مشروع حرب. فجه الضابط عندي بتاع المكتب بتاعي لان هو كان موجود معاهم لما كان التفتيش عند العميد. ده اساسي المفروض مشروع حرب. قال لنا التفتيش عايز مشروع حرب. انا قعدت ادور على الجهاز على مشروع حرب وعلى الورقيات اللي عندي والدفاتر والسجلات، مفيش اي حاجه مشروع حرب. يا فندم انا ما عنديش اي حاجه تقول لي مشروع حرب. اللي ما انا عارف، ما احنا مؤسسه تعليميه ما لناش مشروع حرب وما عملناش مشروع حرب قبل كده. يا فندم ماشي، ما تقول لهم هم الكلام ده. بالفعل دخلوهم جوه تاني عند العميد قائد الوحده وقال لهم احنا ملناش مشروع حرب، احنا ما عندناش مشروع حرب. رجع لي تاني بالقرار بقول له يا فندم، قال لي البلد في حاله طوارئ ولازم يكون عندنا مشروع حرب. قلت له يا فندم مفيش مشكله، احنا نعمل مشروع حرب، بس ايه اللي بتعملوه في مشروع حرب؟ ايه هو مشروع حرب؟ ايه اللي بتعملوه فيه؟ قعد يفكر كده شويه وقال لي عايزين كروك اصطفاف. طب انا مش فاهم برضو، انا ما فهمتش مشروع حرب عشان افهم طبعا كروك ما اصطفاف. تعرفش يعني اصلا اصطفاف. رحت جايب ورقه وقلم حاططها قدام على المكتب، بعد اذنك بس يعني ارسم اي حاجه، اشرح اي حاجه، انا وضح لي الفكره يعني انا مش فاهم حاجه. قعد يرسم مربع فوق كده وجواه دواير، ويقول لي هنا قائد، ومربعات تحته وجواها دواير، هنا قائد تاني والافراد وشؤون طلبه والعمليات. وبدات بقى تعمل زي ما هو بقول لك انا هو بيرسم بقول له حضرتك عايز تعمل تسكين عناصر؟ راح بص لي كده فوق وقعد على المكتب وانا واقف جنبه. قلت له حضرتك عايز تعمل تسكين عناصر؟ راح بص لي كده قال لي انت بتفهم في تسكين عناصر؟ قلت له حضرتك اللي بترسمه قدامي ده انا جاي معايا تسكين عناصر. قال لي هو فعلا بالظبط الاصطفاف هو تسكين عناصر. قلت له انا فهمت كده الفكره خلاص يعني. ابدا اشتغل عليها. اخدت الورقه ودخلت المكتب بتاعي، قعدت فتحت ورقه شيت اكسل، قعدت ارسم عليها ايه الفكره اللي انا اخدتها منه، المربعات والدوائر، وظابط بلون، عسكري بلون، صف ظابط بلون، العسكري سواق بنفس لون عسكري مع الاطار لون مختلف، صف ظابط نفس الكلام، زي ما بنشوف كده مثلا في شبكه المترو دايره واحد كذا دايره اتنين. الالوان بتاعتها الخط الاول اللون الاخضر، الخط الثاني اللون الازرق، الخط الثالث اللون الاخضر بتشفير معين. ما هي دي الشفرات بتاعت الجيش. ان دي حاجه اسمها رموز، وفي ملفات تانية لفك الرموز، فك التشفير بتاعها كده. فانا خلاص صممت الاصطفاف وطبعته وديته له. كده بقى عندكم مشروع الحرب؟ لا مش دي بس، لسه في تاني. دي بسم الله الرحمن الرحيم اصطفاف اول ورقه، ده اول حاجه بقى. انت لسه اول ورقه، لسه تفاصيل كتير بقى في مشروع الحرب. انت عايز تشوف مين اللي موجود عشان تعمل حصر للمركز القوى اللي موجوده، ومين هيتسكن هنا، هتسكن هنا. طبعا دي كلها علوم عسكريه وصناعه عسكريه يعني، بس احنا بنقول اللي ينفع يتقال، لكن في حاجه كتير ما ينفعش يتقال. اثناء ما احنا شغالين على مشروع الحرب، المقدم ولي طلب مني ان انا اروح عند المتابعه بتاعه العميد، عايزين مفتاح حاجه اسمها اوضه النسخ، غرفه النسخ فيها اللوحات دي اللي هنستخدمها لمشروع الحرب. فانا رحت للمكتب العميد للمتابعه، عسكري اسمه كان البحراوي، بقول له يا بحراوي عايزين مفتاح النسخ من عند العميد عشان نجيب اللوحات للمشروع الحرب نجهزها. كان في 2 صف ضباط موجودين، وفي الوقت ده كان العميد منبه ان ممنوع تواجد اي عسكري او صف ضابط في مبنى قياده. انا معاهم في نفس المبنى، مكتب العمليات والتدريب في نفس مبنى قياده. تمام.
انا دقني يعني احنا في الجيش بنحلق دقننا طبيعي، بس احنا في الفتره دي عشان كنا مضغوطين مضغوط جامد، شوية فانا يعني. دقني كانت يعني ايه ظهر حاجه بسيطه، كفاية يعني، لو مسكها خلاص لو زي ما علقني معروف في بيها الجيش. يحبسني. اه. فهو انا بقول له بس المفتاح، وهو بيقول لي ماشي دقيقه وكده، ومفيش لحظه الباب عنده كان بيفتح وهو خارج يزعق ويهيج، حاجه فظيعه. انا شفته، معرفش اذا كان شافني ولا لا، انا الاوضه بتاعت المتابعه من داخلها اوضه تانية، رحت فاتح الباب وداخل جوه، كان في 2 عساكر جوه انت مستخبي موجودين. عشان دقنك انا يعني. بستخبى عشان ما يشوفنيش، انا اه. خلاص قلت انا عايزه للعسكري بتاعه وهو هيجيب لي منه المفتاح وخلاص. رحت فاتح الباب ودخلت جوه، في عسكريين كانوا مستجدين يعني واسطه تبعه قاعدين في المكتب. المهم انا دخلت واقف ورا الباب والصوت بيقرب، انا سامع الصوت ورا الباب اللي انا واقف فيه، قلت بس ده ممكن يكون شافني هو وخارج وهيدخل عليه يفتح الباب عشان يعرف مين اللي دخل جوه ده. رحت فاتح الشباك، رايح على الشباك فاتح الشباك، ورجلي الشمال على السرير اللي جنب الشباك، ورجلي اليمين ما وقفتش على حافة الشباك، لا ده انا كنت بنط على طول في الهواء. المكتب دور ارضي، انا وبنط في الهواء كان القائد العميد نازل من على ال3 درجات بتوع مبنى القيادة. من الخارج من بره. يعني هو كان نازل كده وانا بنط. يعني انت طلعت له، خلعت منه من هنا لقيته لقيته على هنا. السلم من هنا. فانا ما بصيتش عليه، انا لمحته بطرف عيني كده وانا بنط. ما شافكش طبعا. هو شافني بس ما عرفكش. ما عرفنيش، انا نطيت وما بصيتش عليه، وانا عملت كده وجريت. صار ربنا ان وقتها ان ما بين الشباك والشجر المسافه حوالي 70-80 سنتي، شجر الزينه اللي لافف حوالين المبنى ده. فاستخبيت في الشجر. في شجر كتير بقى عالي حوالين الشجر ده، فعشان من الشجر الكتير انا جريت ورا المبنى. هو شافني قال امسك حرامي، امسك حرامي، حرامي نط من شباك بيتي. رحت انا جريت على المبيت. انا جريت على المبيت، ومن جنب المبيت بتاعي فيه الشده، هي حاجه اسمها حوالي 15 عسكري دول بسلاح. هو جمع الشده الخفيفه اسمها. انا لفيت من ورا الشده وجيت من قدام ودخلت مبنى القياده. من مجرد ما لفيت انا كان هو جمع الشده وبيدوروا على اللي نط حوالين المبنى عشان يجيبوه بقى. وانا دخلت جوه المبنى. وانت خلاص بقى جوه المبنى انا دخلت كده. المكتب عندي. للحظ بقى ان المقدم وليد الضابط اللي بعتني اصلا اجيب اللي انت تجيب المفتاح تمام. كان مشي، اتاخرت شويه عليه فهو مشي خلاص يعني. قعدوا يدوروا على مين اللي نط ومش مين اللي نط، ومفيش حاجه ومفيش حد. راح خد بعضه دخل المكتب، وبعد شويه راح مشي العميد. جينا تاني يوم الصبح، اول مره العميد يجي بدري. عارف كان في حوار امبارح 10 إلا 10 حوالي، يجي كده ده 7 إلا 10، هو المفروض يجي الساعه 7، ورجي ضرب اليوم ده 7 إلا 10 قبل ميعاده ب10 دقايق. قبل ميعاده ب10 دقايق. انا صحيت على صوت بروجي. قلت الساعه 7 إلا 10 العميد جه بدري ليه كده؟ ده لسه 10 دقايق. رحت لسه ونزلت ورحت على المكتب، لقي ارض الطابور واقفه انتباه من حديد، وكل 2-3 على السجن بيعلق هو كتير، هو نغزى على سكر المستجدين وبيعلق اي حد قدامه وبيرمي في السجن. بس طبعا اللي بيعمل حاجه هو بيدور على اللي نط، عايز اللي نط امبارح. انا لما دخلت على العساكر. كنت انت فين وقتها؟ انا رحت المكتب، رحت المبنى، رايح المكتب رايح الشغل. خلاص العميد جه واليوم بدأ. تمام. فرحت لقيت العساكر بتاعته واقفين وصف ظابط واقفين على درج المبنى من فوق جنب الباب. فايه رجاله في ايه؟ العميد بيزعق ليه وايه الهيجان ده وايه ده كله؟ قالوا لي بيدور على نط امبارح من الشباك. واحنا عارفين مين اللي نط، ما ينفعش حد يتكلم، هم عارفين مين اللي نط، انا مفيش غير اللي دخلت عنده. يعني ايه؟ قالوا لي المقدم وليد هيجي وهو لو هدخلك السجن هو طبيعي، المقدم وليد انت اللي شايل المكتب وبتعمل مشروع حرب ومفيش حد غيرك يعني، فمش هيسيبوك. لا ومش لا وسعوا بالكم مش وسعوا بالكم. المهم يعني ايه؟ قالوا ده هو بيدور على صلح حسين، لان هو سأل العسكريين اللي كانوا في الأوضة لما انا دخلت مين اللي نط، قال لهم ده واحد لابس كتافة بيدور على الصلح بقى اللي هو اللي لابس كتافة. الكتافة ده صف ظابط. احنا عندنا في الوقت ده كان في صف ظابط اسمه حسين مباشر معانا في المكتب، فهو بدور على مفكر. فهو بيدور مفكر، هو بدأ بقى بص بدور عليه دايرة الشكوك تقل في اللي عليهم كتاف. انا ما كنتش لابس كتافة، فخلاص فيعني هو هيجيب حسين وهو مش هيسمع على حسين هيحبسه من غير ما يسمع منه. انت كده ارتحت بقى ان الموضوع طلع بره عنك وحد غيرك شال. بالعكس
ما انا نزلت له ارض الطابور، قلت له يلا بينا، نزلت له. قال لي انت هتروح له؟ قلت له انا هروح له. رحت انا دورني لي عسكري الامن بتاعه، خلينا نمشي قدامه، جرينا قدامه، جريت قدامه الخطوه السريعه، وصلنا في نص ارض الطابور، ادينا التحيه العسكريه. قال له ماله ده؟ قال له ده العسكري حسن يا فندم اللي نط امبارح من الشباك. بس انت كده تضر زمايلك، يعني زمايلك قالوا واحد عليه كتاف لا وانت ما كانش عندك انا كتاف. هو هيتضر بسببي. ما هو انت كده انت شلت الضرر من على واحد. من مين الواحد؟ اللي كان هيتضرر الصف ضابط، ووقع الضرر على زمايلك كلهم اللي هم الاثنين لا اللي كانوا في المكتب. لا الاثنين دول كانوا عنده هو. ما هم بيقولوا له شافوا اللي نط كان حاطط على كتفه هنا كتاف، ماشي. وانت ما كانش عندك كتافه، هو ما معنى كده في حاجه يعرف، هم ما تانية. يعرفوش، هم مستجدين وما يعرفوش يعني ايه كتافه ولا يعني ايه صف ضابط. امم. عساكر مستجد هم. المهم ده الواقع اللي حصل. تمام. اول ما عرف ان انا اللي نطيت راح ماسكني من هنا كده، انت اللي نطيت من شباك بيتي، انت حرامي نطيت من شباك بيتي. وخدني وراح بيا لحد السجن، مش قال لي روح على السجن، لا ده خدني ووصلني لحد الزنزان. السجن في ارض الطابور. المركز كله بيجمع في ارض الطابور، حتى السجن بينزل بيقف في الطابور. السجن بينزل في الساعة الطابور. عساكر السجن كلهم بينزلوا، حتى المحبوسين بينزلوا ارض الطابور. فوداني لحد المكان اللي فيه عساكر السجن، عساكر وداني السجن. للسجن. اه. وداني السجن، لا على السجن. للحظ بقى اليوم ده المقدم وليد ما جاش، الظابط اللي انا بشتغل معاه، اللي انت كنت رايح تجيب له مفتاح. اللي انا كنت رايح اجيب له المفتاح. صف ضابط الافراد عمل اورنيك ذنب ودخله العميد مع البوسطه اليوم، راح اداني 21 يوم حبس. 21 يوم. 21 يوم. قعدت 5 ايام في السجن. في اليوم الخامس جه عسكري احمد زميلي في المكتب، قال لي تعالى المقدم وليد عايزك. بقول له خير. قال لي تعالى عشان تشتغل بمشروع الحرب وترجع تبات في السجن. يعني هتخلص المشروع وترجع تكمل مدتك. قلت له ازاي يعني؟ قال لي والله هو قال لي كده. قلت له لا انا مش همشي من هنا، روح شوف، روح قول له انا مش خارج، انا قاعد في السجن، الدنيا تمام هنا، انا مرتاح هنا كده. راح سابني ومشي. وبعد شويه جاني تاني، قال لي تعالى شوفه هو عايزك، صف انت وهو مع بعض، عشان انت لو ما جيتش معانا اتحبس معاك. تمام. قلت له طيب ماشي. بعد كده مشيت، رحت معاه على المقدم وليد على المكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا حسن ومش ايه يا حسن، وايه اللي حصل ومش إيه اللي حصل؟ قلت له يا فندم قال قدر ربنا حصل يعني. بس انت كنت غلطان ان انت نطيت، يعني لو هو كان شاف دقنك كان الموضوع احنا هيبقى ابسط من اللي كده. بقى انا بحكولك ده في لحظات، مش كان اخد دقيقة ولا اتنين، ده ما فكرتش على طول، قلت كان قرار، لان انا صوت ورا الباب. هيتمسك، هتعامل معاه الصح، بنط احسن. فانا هنط هو جوه، انا نطيت بيت ورا خلاص ما شافنيش. فهي قضاء ربنا، ده ربنا ليه حكمة في ده حصل، ان اللي حصل ده ليه حكمة من عند ربنا سبحانه طبعا. وتعالى، مش كده. طبعا كل حاجه لها حكمه. اكيد. طب خلاص يا حسن روح كمل شغلك وبتاع، وما ترجعش السجن تاني، يعني بات في المبيت عادي. طب يا فندم 21 يوم. قال لي خلاص يا حسن نزلوا دوسيه. قلت له تمام يا فندم، ما قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. وبالفعل خلاص غيرت لبس السجن اللي كنت لابسه، ولبست الافرول بتاعي عادي، وكملت شغل. وعملنا مشروع الحرب ونفذنا مشروع الحرب، كله تمام. جينا بعدها الكلام ده كان حوالي في شهر اواخر شهر 9. بعدها احنا دخلنا في اكتوبر واحتفالية اكتوبر وذكرى نصر اكتوبر 6 اكتوبر. انا عندي تلفزيون في المكتب، السادة الضباط قاعدين، فالاحتفالية شغالة، النصب التذكاري بتاع الجندي المجهول. فانا سألتهم هم موجودين، هي ايه قصة الجندي المجهول؟ قالوا لي ده واحد كان في حرب 73 انفجرت فيه قنبلة وحولته لأشلاء، وجمعوا اللي عرفوا يجمعوه من أشلاءه ودفنوها وكتبوا عليه جندي مجهول. قلت لهم بس ده كده ما يتقالش عليه جندي مجهول. قالوا لي ما يتقال عليه ايه؟ قلت لهم ده كده يبقى الشهيد المجهول، احنا لا عارفين اسمه ولا رتبته ولا درجته، حضرتك تعرفوا اذا كان ليه اسم او رتبه او درجه او اي حاجه؟ قالوا لا. قلت لهم ده كده يبقى شهيد مجهول مش جندي مجهول، وكم من شهيد مجهول. قعدوا يبصوا لبعض كده الضباط كلهم. رحت انا خدت بعضي وخرجت بره عشان اشوف شغل، يعني اكمل شغل. بعد دي انا نزلت اجازه من الجيش.
شفت رؤية ان انا نازل من البيت ورايح عندنا ما بين بيتنا وبين حوالي 500 متر كده ميدان اسمه ميدان السهريج، ده وسط فين البلد عندنا فين طيب؟ في جرجة. ميدان السهريج في وسط البلد. انا شفت ان في طيارة هليكوبتر منزلة سلم حبل، وانا بطلع الطيارة بسلم الحبل. صحيت انا وبطلع الطيارة. مم. اسئلة بقى كتير في اللحظة دي. انا مين عشان تجيلي هليكوبتر؟ مم. انا مين عشان تجيلي هليكوبتر؟ ورايح فين؟ في الوقت ده كنت انا عدى عليا 5 سنين من الدبلوم، انا واخد دبلوم تجارة 2006. التوقيت ده كنا في شهر اواخر 10، شهر 10 2011. عدى عليه 5 سنين من الدبلوم. فالتعليم المفتوح فتح ان انا اسجل في تعليم مفتوح اتقبل، لان انا لازم يكون عندي عليه 5 سنين من الدبلوم. بالفعل سجلت في التعليم المفتوح في الاجازه دي، ورجعت الوحده. كان المقدم هاني العربي عرض علي ان انا اشتغل معاه. هو ما عنده شركه مقاولات بره، فعرض علي ان انا اشتغل معاه بعد ما اخلص جيش. انا شكرته واعتذرت له، لان انا قلت له يا فندم انا عندي واخواتي محتاجيني، وكمان انا سجلت في تعليم مفتوح فانا هكمل تعليم. هو شجعني بصراحة، قال لي أنا أحييك على صراحتك وشجاعتك، وكويس إن أنت برضه هتكمل تعليمك. وقال لي على معهد نظم قوات مسلحة على دورة أوتوكاد، ايه ده؟ دورة رسم هندسي في المعهد تنظيم قوات مسلحة. دي أول دورة تدريبية أخدها، وبالفعل أنا أول ما قال لي عليها كام سنة كام بقى؟ 2011. ده كان في 2011. اه يعني انت اصلا طلعت من الخدمة في 2011. 2012 1/3/2012. 1/3/2012. مم. وانت مقدم في 2011. 2010 أنا دخلت الجيش دفعة انا ما واحد اقصدش. 2010. تمام، انا اقصد انت مقدم في الدورة ديت في 2011، اه يعني قبل ما تخلص مدتك في الجيش. انا كنت في الجيش. انا لما قدمت في الدوره اخدت جواب سلمته للوحده عشان يدوني اجازه بميعاد الدوره. الدورة دي كانت مدتها قد ايه؟ كانت 4 ايام. زي دورات أكاديمية ناصر كده. زيها، بس دي دوره اوتوكاد، دي رسم هندسي، برنامج رسم هندسي. مم. بعدها كان خلاص انا بقيت يعني نزلت امتحانات برضو 17 يوم في شهر 12، او اطول امتحانات ايه اجازه بقى؟ انزلها امتحانات الترم، امتحانات التعليم المفتوح. انا اخدت جواب من الجامعه ان انا عندي امتحانات، خدت جدول الامتحانات وقدمته. انا وقدمت امتحاناتي الجواب ست ان انت ايام قدمت جواب ان انت امتحانك ال6 ايام دول عاوزهم اجازة. بس انا ما قدمتش الجواب على طول للقائد الوحده، أمال. عشان الضابط قال لي ويروح حي التدريب الاول وادي لهم الجواب عشان هم يعتمدوه لك، عشان هنا العميد ما يقولكش اي حاجه وما يعترضش. لكن لو انت جايبه من هيئه التدريب مش هيقولك اي حاجه. بالفعل انا رجعت من اجازه بالجواب على هيئه التدريب، قلت لهم انا عندي امتحانات، ادوني جواب بالامتحانات وسلمته للعميد. انا امتحاناتي 6 ايام، العميد اداني 17 يوم مدة برنامج الامتحانات كله. انا امتحاناتي مش كل يوم، اه طبعا. يعني متقطعة. يعني ممكن مثلا النهارده بكره بعده اجازه فتمتحن بعد. اه ممكن، بس انا برضو اداني 17 يوم. ما عشان ما تروحش وترجع. ما انا برضو لو كان اداني في الفترة لحد اخر يوم امتحاناتي كان عادي، لكن الحمد لله انها جت كده، ده اطول فترة اجازة انا رزقك. رزقك. حاجه تعوض الفتره اللي انت قعدتها في الحبس. بالظبط. خلصنا ورجعنا اخر اسبوع. خلاص احنا المفروض هنسلم بكره. انا سلمت المكتب، الكلام ده في شهر 2. المفروض ان احنا مش بنسلم 1/3 احنا بنسلم الشهاده 1/3، لكن قبلها باسبوع ممكن بناخد اجازه رديف، حاجه اسمها اجازه رديف. فعادي يعني، ممكن حوالي يوم 21 او 22/2 هنسلم المخبز. انا خلاص سلمت المكتب وسلمت العهد اللي معايا وكله تمام. خلاص انا ما بقاليش تمام في المكتب، لان انا ما كنتش بنزل ارض الطابور الصبح. لكن لما سلمت المكتب هنزل ارض الطابور انا واحمد بديلي اللي هنسلم مع بعض. اخر يوم هننزل فيه الطابور، واليوم الوحيد اللي هننزل فيه الطابور، احنا كل طول جيش ما بنزلش الطابور. اليوم ده اتاخرنا 5 دقايق، صحينا متاخر 5 دقايق احنا الاثنين. احنا رايحين ارض الطابور بعد ما اترفع الطابور وخلاص، صف ضباط بتاع الافراد احنا وداخلين، راح اخدنا ودانا السجن. ايه يا حصول؟ قال لي تاخير.
احنا لا لنا دوسيه ولا ملف ولا اي حاجه، احنا هنمشي بكره. انت متخيل؟ خلاص بقى. دخلنا السجن، هو ده عمل اورنيك ذنب، دخله للعميد، ادالنا اسبوع. فأجدك يعني. مش فقدني، احنا زمايلنا تاني يوم مشيوا وقلنا السجن سلموا علينا، احنا قعدنا اسبوع. قعدنا اسبوع لحد ما خلصنا الاسبوع يعني السجن. زمايلك طلعوا وانت قعدت بعد واحنا ما قعدنا طلع، واحنا قعدنا وطلعت في نفس الدفعة بتاعتهم يعني. ما انا بنفس دفعتي هطلع كده بس كده. انت قعدت بس اسبوع. التقديره بتاعت الاسبوع دي ان انا مش هنزله. مش هتنزل مع زمايلك دي لوحدها. دي يعني زمايلك لوحدها انت كنت كبيره. عامل حسابك مثلا هتمشي مع زمايلك احنا بكره. كلنا هنمشي، احنا دفعه كبيره. ما هتمشي بكره مع بعض بقى لا انت هتقعد معانا هنا اسبوع. احنا الاثنين قعدنا. قعدت معاهم اسبوع. والحمد لله عدى الاسبوع. خير باذن الله. واليوم اللي خلاص خرجنا فيه، اليوم اللي خرجنا فيه كان في ضابط قائد جديد جه المركز. الضابط اللي احنا قضينا معاه الخدمه هيسلم المركز في اليوم ده. فهو كان موجود عنده، بيسلموا المكتب ويسلموا العقده وبيعرفوا تفاصيل المكان وكده. انا خلاص غيرنا وسلمنا على الضباط والعساكر وزمايلنا وكده وماشيين. كان اليوم ده فيه عاصفة ترابية خفيفة في اليوم ده. خلاص مشينا وخلصنا جيش. الشاهد برضه في التفاصيل ده كله، نسيت اقولها لك. في 2011 لما قامت ثورة يناير، الأعداد الكبيرة دي، أنا عندي تلفزيون وبنشوف الأحداث بنتابعها في التلفزيون. سألت الضباط هو اللي بيحصل ده، التجمعات دي كلها، الملايين دي اتجمعت ازاي في الوقت ده كله، في الوقت السريع ده؟ ده في 2011. 2011 في البداية خالص، في شهر واحد. يعني في أول بداية اللي حصل في 2011 انت اجى في دماغك ازاي الأعداد دي كلها الملايين دي اتجمعت ازاي في نفس الوقت؟ في وقت قصير. قالوا لي ان في حاجة اسمها فيسبوك. كان لسه جديد، كان لسه مش يعني الفيسبوك مش تقريبا 2004 2008 تقريبا 2004 بس 2004 ده هناك، لكن عندنا هنا في 2008 ممكن 2007 وانتشر اكتر اخر 2010 و2011. الثوره اللي شهرته الفيسبوك هو اللي شهر الثوره، يعني هو اللي طلع الثوره. ما هو اللي كان سبب في الثوره، لان هو اللي التجمعات كانت عليه وما كانش عليه رقابه امنيه في الوقت ده. لما ايه يا فندم الفيسبوك كده وده اللي ده على النت. بعد كام يوم انا معايا زميلي كان مندوب مشتريات معايا في المكتب، جالي في يوم معاه فلاشة نت. بقول له ايه دي؟ فلاشة النت دي بقى؟ فلاشة بتحط لها خط ميموري، خط كارت لا مش خط شريحة. خط فودافون واتصالات شريحة. شركات الاتصالات. توصلها شريحة وتوصلها في الكمبيوتر، يتوصل معاك تشحن باقة بقى وتشغل معاك نت عليها. فبقول له انت عايزها دي؟ قال لي هو كان معاه واحدة اتصالات بتاعته. قال لي بقول له مالها دي؟ قال لي لقيتها في التاكس قاعدة في الدواسة تحت. تروح هات انا عايزها. قلت له طب هات تلزمك؟ قال لي لا. قلت له هات لي شريحة معاك بكرة. وبالفعل جاب لي شريحة وشحنت. كنت انت خلصت خدمتك ولا دي في فترة الخدمة؟ دي في أول الثورة الكلام ده. كان في بداية الثورة بالظبط، كان 15/3/2011 أو أنشأت صفحة الفيسبوك. تمام. 15/3/2011 بعد ما عملت البرنامج التدريبي الأولاني اللي ضغطته كان بعدها. خلاص بقى أنا عملت البرنامج التدريب وفقت من ضغط الشغل اللي كان معايا بتاع الدفعة الجديدة. بدأت بقى تشوف فأنا بقى بسأل أنا الدنيا دي حصلت إزاي؟ الثورة دي قامت إزاي؟ فدخلت الفيسبوك وعرفت إيه الفيسبوك. وأول حاجة شفتها في الفيسبوك أول ما فتحت الصفحة، مكان ما بتحط المنشور كده إيه مكتوب؟ بما تفكر. هي دي بالظبط أول حاجة علمت معايا، أول حاجة نورت معايا اللمبة. قلت دي سرقة أفكار، دي مش سهلة. يعني إيه؟ مع الوقت قدرت أستنتج إن الفيسبوك بيدرس خصائص وسلوكيات الشعوب. هو الفيسبوك ككوميونيتي أو كمجتمع كده الأساس بتاعه كفكرة أو الهدف الأساسي منه من ربح إن هو يظهر إعلانات ممولة. وعشان يظهر إعلان الممول ده للعميل اللي صح اللي عايزه يبدأ اللي أنا كواحد معلن أكسب من الفلوس، إن أنا أروح للعميل الصح. فعشان أروح للعميل الصح ده الفيسبوك يعرف إزاي؟ بيبدأ ياخد اهتماماتك وتفكيرك والحاجات دي كلها ده الظاهر، ويبيعها للمعلنين. ده الظاهر.
اللي تعمل عليه البيزنس، امم لكن في تفاصيله في الباطن بتاعه تعرف بيستخدموا الداتا دي ازاي. غير الاعلانات الممولة. انا ببقى قاعد وكتير من المشاهدين هيأيدني في اللي انا بقوله، بتكلم عن موضوع معين او بتكلم عن حاجة عايز اشتريها. لا، انا اقصد ان الفيسبوك انا قادر جاي لك واحدة يوصل واحدة. لمستوى تفكيرك. يعني كنت قرأت في مقولة، كان مكتوب فيها في مقال مكتوب فيها ان الفيسبوك يقدر يعرف المرأة الحامل من قبل ما جوزها وهي تعرف، ويقدر يعرف طول الواحد ووزنه. طيب بيعرف الحاجات دي ازاي؟ هو ده السؤال. فيسبوك يعرف انت بتفكر في ايه، مش اه، بس انت اتكلمت وقلت. يعني حتى كان في حد انت كان شايف عمل انت وصل لدرجة ايه؟ دراسة فترة، قال لك ان الفيسبوك بياخد الكلام اللي احنا بنترجمه من خلال خاصية معينة، ويبدأ يبني عليه الإعلانات، ويبدأ يبني عليه بالظبط، اهتماماتك. ما هو ده اللي بيحصل. ايجو قالوا لي طب ما تيجي نجرب تجربة كده، بدل ما احنا على الفيسبوك بنتكلم ويظهر لنا الإعلان، احنا هنفكر في حاجة معينة ومش هنتكلم فيها، ولا هنبحث عنها، ولا هندور عليها على الإنترنت لحد ما نشوف الفيسبوك هيعمل معانا ايه. لو ان الفيسبوك بيطلع لهم إعلانات على نفس التفكير اللي هم كانوا بيفكروا فيه. بس بيفكروا فيه وهم باصين للتليفون، صح؟ إيه مش القصد، يعني القصد ان هو قادر يوصل للتفكير. انا هقول لك ازاي ده بيحصل الكلام ده. مخ الانسان لما بتفكر في حاجة وبتتخيلها، ده بينعكس على عينيك. مم. فالصورة اللي انت شايفها في خيالك بتظهر في عينك، بس انت مش هتشوفها ايه الصورة اللي انت شايفها. لكن كاميرا الموبايل بتحللها وبتدرسها، ومنها بتعرف انت بتفكر في ايه. وبيقدروا يوصلوا الحاجات دي من خلال الإنترنت. اللي انا اكتشفت ان هم بيقدروا يوصلوا الحاجات دي من غير واكتر الانترنت. من كده بكتير. ده اللي احنا اكتشفناه، اللي ما اكتشفناهوش ممكن اكتر من كده بكتير. انا كنت مفكر زمان ان الفيسبوك ده بيقدر يوصل للاهتمامات بتاع الواحد من خلال ان هو يسمع صوته والانترنت مفتوح داخل الموبايل. او من غير. اكتشفت ان انا لو قافل الانترنت ايوه. بيقدر يوصل للصوتيات بتاعتي، ايوه. ويقدر يديني على الاهتمام بتاعي. فلذلك انا دلوقتي في كل المنصات اللي عندي، سواء كان واتساب او فيسبوك او انستجرام او اي منصات سوشيال ميديا، عامل في صلاحيات الصوتيات اللي هي الوصول مفيش تسجيل صوت، ما يقدرش يوصل للصوتيات. واي برامج عندي كده، عايز انا اسجل ريكورد ادخله في الملفات وبعدين ارفعه، عشان ابقى تمام. مانعه ان هو يوصل للصوت بتاعي وانا بتكلم دلوقتي. وفي حاجة تانية برضو، بس دي مش في كل الموبايلات، في موبايلات معينة. انت لو قافل الموبايل ممكن يتحدد موقعك. يعني في الايفون دلوقتي لو جينا نقفله هيقول لك يمكن العثور على الايفون بعد ايقاف التشغيل. ايوه. بيقدر ان هو يبعت على البلوتوث حتى من غير انترنت، يقدر يبعت في على البلوتوث شريحة في وتنص. البطارية. البطارية نفسها فيها شريحة. بمعنى. البطارية نفسها فيها شرائح مايكرو. مم. دي متصلة جي بي اس، بتسجل كل حاجة كأنها شريحة معاك. هو الخاصية ديت أنا كنت شفتها وجربتها في الأيفون، كانت مبنية. أنا دلوقتي في الأيفون في حاجة اسمها الإير دروب، زي البلوتوث أو قريبة من البلوتوث، دي اللي بنبعت بينها الملفات من أيفون لأيفون. الخاصية ديت كله عارفها. الأيفون لما يضيع أو لما مثلا يفصل شحن، هو ما يقدرش مثلا لو ما فيش في نت إن هو يبعت أي حاجة لأي جهة خارجية. تمام. فمن خلال الخاصية دي يقدر يبعت لأقرب أيفون ليه، وأقرب أيفون ليه يبعت لأقرب أيفون ليه، ويفضل يوصل من أيفون لأيفون لأيفون لأيفون، ويبدأ تحدد موقعه. تيجي أنت تحدد الموقع، لو مفيش نت في الموبايل أو مفيش شريحة يقدر يوصل أقرب أيفون ليك أهو، ويوصلك من واحد لواحد، زي سلسلة السند في الأحاديث. يعني مثلا أحمد عن كذا عن كذا عن أيوة كذا، السنة. يبدأ ياخد ده اللي أنا أعرفها في الأيفون. هل بقى في شريحة في البطارية؟ بصراحة أنا أول مرة أسمعها، وحاجة تخلينا نبدأ نسأل أسئلة كتير، لأن حاجة زي ديت إنها تبقى موجودة وشركات الموبايلات ما تسوقلهاش، فيبقى في وراها حاجة. ما هي دي وراها حاجات مش حاجة. اه. ما هي دي شريحة تجسس. بمعنى. بمعنى انت قافل الموبايل وعايزين نوصل لك، انت شلت الشريحة بس التليفون في جيبك، مم. وعايزين نجيبك. حتى لو التليفون مش ايفون حتى لو مقفول، التليفون مقفول. الشريحة اللي تعمل الكلام ده. لأنها بتاخد طاقة من البطارية مباشرة، ملهاش دعوة بباقي الجهاز. وحتى اصلا لما نيجي نشوف الموبايلات بتفصل، ما بتفصلش 100%. يعني التليفون بيبقى مثلا فيها بتلاقي فيها شوية شوية. بطارية على الأقل عشان ما تبص. ده الاحتياطي. اه. بتبدأ تشتغل على دي. مم. ده في الموبايلات الحديثة بس طبعا في موبايلات معينة الزراير عشان. لا. الزراير آه. ملناش دعوة احنا باللعبة دي.
في الموبايلات الزراير كانت الأول كانت موجودة في البطاريات العادية الصغيرة، بدأت بيها، لكن مع التطور مش كتير اللي ماسك موبايلات بزراير دلوقتي. انا عن نفسي اي حاجه لازم معايا موبايل زراير. ماشي، ما انت معاك موبايل زراير وكم موبايل تاتش، ليه؟ اذا برضو معاك التاتش. لازم تاتش. طيب. يعني دلوقتي ما لا غنى عن الموبايل تاتش في اي بيت، يعني ده حتى الطفل الصغير دلوقتي اللي لسه مولود معاه موبايل. يعني هو بيتولد ومع الأسف قبل ما بيطلع له بنستخدم البطاقه ده بيطلع له غلط. موبايل. ومع الأسف بنستخدم ده غلط. الاستخدام المفرط للموبايل بيعمل للأطفال فرط حركة، وبيعمل توحد، يخليه منعزل، وبي... وبيخليه عصبي. لما تيجي تاخد منه الموبايل بيتعصب، ولما تشيل منه الموبايل أو اديله وقت معين، اديله ساعة في اليوم مثلا. لكن على طول الأمهات بتستسهل وعلى النت عكس عشان تسكت التسويق، الطفل. يعني احنا بنشوف منظمات كتيره تبدا تقول لك في دراسات الموبايل ما بيضعفش النظر، الموبايل ما بيسببش توحد، الموبايل ما بيسببش ده، ما بيسببش. مفيش الكلام ده طبعا الدراسات ديت كله. عايزين يبيعوا، كل ده عايز يبيع. خلينا برضو انا معايا شويه اسئله. سمعت ان حضرتك اتكلمت قبل كده عن حروب الجيل السابع وحروب الجيل الرابع والخامس والسادس. طب خلينا كده باستفاضة أو بشكل مختصر عشان ما نطولش على المشاهدين، نلخص إيه الفرق بين الحروب، أنواع الحروب الجيل الرابع والخامس والسادس والسابع، وحاليا الفترة الحالية احنا في أنهي جيل منهم؟ احنا فاني جيل هناخد نبذة الأول عن تطور الحروب. الحروب النهاردة غير حروب زمان. بدايات الحروب كانت السيف والرمح والعصاية، الحروب البدائية، وبين جيش نظامي، ما بين جيش وجيش، معروف مين بيحارب مين. لكن مع التطور دخلت العصابات في الموضوع، أصبح بعد كده جيوش وجيوش، ثم بعد ذلك دخلت بمرحلة الميليشيات آه. وداعش وكتير من الكلام ده. تدخل بعد كده الحروب سيبرانية وإلكترونية، فأنت عشان تحدد دي إيه ودي إيه ودي إيه هتوه. يعني عجلنا نيجي نشوف دلوقتي روسيا متفوقة جدا في مجالات الأمن السيبراني ومجالات إن هي يعني الوقت، يعني أنا ممكن بضغط الزرار أوقع طيارة سهل وارد. جدا. ممكن عمليات اختراق بتحصل كتير وحصلت كتير في دول كتير في الفترة الأخيرة من منظمات غير معروفة أو ما بتعلنش نفسها. يعني بتلاقي شوية شباب كده لمين بعض ومتعلمين شوية في الأمن السيبراني والسايبر سيكيورتي، وبيطلعوا مثلا دلوقتي يعملوا هجمة إلكترونية على طيارة مثلا، ويبدأوا يعملوا اختطاف ليه. أصبح إن أنا ككابتن طيار أو كطيار ماسك مش عارف ما أتحكم في تقدرش طيارة، تتحكم في الطيارة، والطيارة أنت فقدت السيطرة عليها. وبيحصل اختطاف. يعني كل ده على عكس زمان، يعني ما كانش الحاجات دي ممكن تحصل. دي أحد حروب الجيل الرابع. يعني كل ده والجيل الرابع. والجيل الرابع مش معنى كده ان خلاص انت في الحروب الجيل الخامس مش هتستخدم التقنيات دي. لا، انت في حروب الجيل الخامس حروب هينة، بتستخدم حروب الجيل الاول وتاني وتالت ورابع، بالاضافة الى مستحدثات الاساليب الحروب. بمعنى يعني أنا دلوقتي في الجيل الخامس انت من أنواع دخلت على الحروب. الذكاء الاصطناعي. طب بالنسبة بقى إن إحنا دخلنا على الذكاء الاصطناعي، يعني ده تأثيره إيه على على المجتمع؟ اولا هيقلل الوظائف. بس تقليل الوظائف يعني هيكون أريحية للناس. ماشي، انا هيكون عندي خمول كده، عندي كسل، هيؤدي لكسل. انا عندي هيريح الناس. هيريح مين؟ هيريح مستثمرين ورجال الاعمال، هو كده مش كده هيريح عامة المستثمرين، الشعب. كده كده المستثمر مرتاح، المستثمر بس مثلا هيجي يحسبها. هيوفر على المستثمر العمالة. يعني في مجال مثلا زي مجال التسويق الإلكتروني مثلا بنيجي في بعض الأوقات كنت ممكن أحتاج لمودريتور مثلا يشتغل 8 ساعات يرد على المسجات. تمام، ده حاجة. هحتاج كام واحد عشان يشتغل ال 24 ساعة؟ هحتاج 3. صح ولا لأ؟ تمام. 3 يشتغلوا معاه 24 ساعة. هنفترض إن الواحد ياخد 3000 في الشهر، ب3 9000 جنيه، 9000. 9000 جنيه في الشهر عشان يشتغل معايا أحقق شيفت 4 ساعات 24 ساعة. طيب ممكن بالذكاء الاصطناعي أوظف API وأشغله مش هدفع ويرد. فلوس. مش دافع فلوس، أو لو هدفع جزء بسيط جدا لا يقارن مع ده. وفي نقطة كمان، أنا ممكن لو معايا AI يشتغل، في ناس تفكر ان الاي اي مش هيبقى زي البني ادم في عمليه الاقناع. في عوامل كتير بتاثر، منها ان في التسويق الرد الفوري على العميل يفرق كتير جدا.
لو بني ادم ممكن عايز يروح يشرب، عايز الاذان اذن هيصلي، ايا كان، فهيسيب الشيفت بتاعه. فاصبح ان لو واحد بعت رساله محدش ملهاش هيرد حل، عليه. الاي اي في ثانيه ماشي، ما انا في هيرد عليه. عندي، ردود تلقائيه برضه. إيه، انا عندي مجهز، عندي ردود. لو ده حد سأل حاجه انا هعرف ارد عليه، او ينتظرني لحد ما يرجع بس وانا هرجع ارد هنا عليه. ما استغناناش عن العنصر البشري، هو مم. ردود محفوظه. هو خلي بالك الاي اي بيشتغل بنفس النظام بس فينا اختلاف. انا بديله مثلا زي بي دي اف معين، اقول له لو سالك كذا هترد عليه بكذا، وبديله بي دي اف اخر اقول له مثلا وليكن عندي في اكاديميه زي الاكاديميه عندي مثلا، الكورس ده ب 1500، مدته 3 شهور، ساعاته كذا، ويوم كذا في الاسبوع، مميزاته كذا وعيوبه كذا. اصبح اي حد بيسال اي سؤال هيوجهه. وبديله كتاب في فن البيع، اصبح ان هو شغال مودريتور وخبير تسويقي وبيرد فورا وبوفر عليا فلوس. فكده انا كواحد صاحب بيزنس وفر عليا فلوس، وفي نفس الوقت اداني انتاجيه اعلى. يعني الاي اي يعتبر بالنسبه لي كاستخدام ده مفيد، وكمان في بعض الاوقات ممكن يديني تحليلات. يجي لي اخر الاسبوع كده يقول لي انا النهارده او الاسبوع ده في 100 عميل سالوا، 20 منهم سالوا عن الاسعار وجوا عند السعر ووقفوا وما كملوش، 30 منهم مثلا اجوا عند السعر وكملوا بعد السعر وسالوا شويه، لما لقوا مده الكورس طويله وقفوا. يجي مثلا يقول لي لا، في 50 حجزوا بايه، بكذا كذا كذا كذا. حضرتك كلام جميل، وبتطبقه بوجهة نظرك على شغلك انت. خلينا انا صاحب شركه وعندي مصنع وخط انتاج، تمام. بيشغل عندي حوالي 1500 شخص، 3 ورديات عشان نشتغل 24 ساعة، 500 لكل وردية. تمام. أنا لو عندي مكن، بطبيعة الحال كده كده في مكن كده كده في اللي مكان. بيشغلوهم العمال. طب أنا غيرت النظام كله وجبته كله آلي، ومحتاج بدل 500 أنا محتاج 50 في كل وردية. دخلنا على البطاله. الباقي ده هيروح فين؟ دخلنا على البطاله. يعني احنا، ما هو دايما في قاعده ثابته. ما هو ده اللي احنا بنقوله، إن هو هيقلل اه، الوظائف. ما في قاعده ثابته دايما تقول لك كل حل المشكله بيخلق مشكله جديده. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا حليت مشكله موجوده وريحت بس المستثمرين، عمل لي خلقت مشاكل مشكله، مش مشكلة. خلقت يعتبر مشكله جديده. فعايز احل المشكله دي. يعني دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ احنا عايزين نستغل الاي اي، وفي نفس الوقت يعني في ما انت دراسه. استغل الاي اي ماشي، ما قلتلكش ما تستغلش الاي اي، بس في نفس الوقت ما تأثرش على حاجات تانية. يعني مثلا طب في دراسه مثلا معموله من جاجوب لاندسكيب بتقول ان الاي اي هيعدم وظائف كتيره موجوده في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت هيوفر وظائف الضعف بس باستخدام الاي اي. هو ده بالظبط كان موضوع الفرقة البحثية اللي أنا اتكلمت عنه لما أخدت شاه سفير. امم طب وشايف الموضوع ده؟ هقول لك أنا إيه هي الفرقة البحثية الأول. طيب واحده واحده كده. اللي اتقالت لنا لما أخدت شاه سفير يوم 9/2/2019، وأنا رديت عليهم قلت إيه. كان الدكتور سيف سليمان في مجلس الاعتماد الدولي للدراسات والأبحاث الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، قال لنا إنه عايزين نعمل فرقة بحثية. الفريق الأول يقوم بالبحث عن أنواع الوظائف المستقبلية وتحليلها وتحليل مهاراتها ومعايير تطبيقها. الفريق الثاني يقوم بتحليل هذه المهارات وتحديد متطلباتها اللوجستية والعلمية الأساسية وتحويلها إلى مخرجات تعلم من كي جي ل 12. الفريق الثالث يقوم بتهيئة الجيل الحالي من المعلمين والمتعلمين وربطهم بالواقع، وخلق حقائب تدريبية معتمدة على أسس ومعايير لتأهيل الركن الأساسي في العملية حقائب تدريبيه التعليمية. معتمده. الفريق الرابع يقوم بشكل متوازي بتطوير مهارات الجيل الحالي من المعلمين والمتعلمين. الهدف من الفرق البحثية هو تطوير المنظومة التعليمية. تمام. أنا بفضل الله رديت على كل الفرق البحثية. المفروض إن كل بند، كل فقرة من دول يعملها فريق يعملها فريق طبعا، كل فريق مخصص عن بند معين. عن بند معين. بفضل الله أنا جاوبت في ورقة واحدة عن كل الفرق. الورقه ديت بتقول ايه؟ هقول لك بتقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. توصيات تطوير التعليم. أولا، بخصوص أنواع الوظائف المستقبلية فإنها ستقل عما هو عليه الآن، وذلك نظرا لما سيترتب عليه نتائج الحرب العالمية الثالثة، وذلك إسنادا لنظرية تحديد الواقع واكتشاف الزمن والتنبؤ بالمستقبل. ولكن سيتم عوضا عن ذلك
توزيع المهام والوظائف الحالية بشكل يتناسب مع الوضع القائم وما سيكون عليه في المستقبل باستخدام التكنولوجيا البدائية الحديثة، وذلك لتوفير الاحتياجات الحياتية والتدريبية. ثانيا، بخصوص تأهيل الجيل الحالي من المعلمين والمتعلمين وربطهم بالواقع، وذلك من خلال المعرفة والوعي والإدراك لنظرية تحديد الواقع واكتشاف الزمن والتنبؤ بالمستقبل والتي تكمن في العهد. ثالثا، بخصوص خلق حقائب تدريبية معتمدة على أسس ومعايير لتأهيل الركن الأساسي في العملية التعليمية، فنوصي بالآتي: أولا، نظرية حقيبة تدريبية مبسطة عن الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعليم الأساسي. ثانيا، اثنين، إدراج اللغة الهيروغليفية للمصرية القديمة وجعلها لغة أساسية بدلا من اللغات الأجنبية المختلفة، وذلك نظرا لما تحتاجه الأجيال القديمة من علوم خزائن الأرض. ويقوم فريق متخصص في اللغة الهيروغليفية بتحديد المتطلبات اللوجستية والعلمية الأساسية وتحويلها إلى مخرجات تعلم من KG ل 12. ثالثا، رقم 3 في الفرق، إدراج حقيبة تدريبية اللي قلنا دي. إدراج حقيبة تدريبية لاكتشاف العناصر الطبيعية بالأساليب البدائية الحديثة، وذلك لتعليم الأطفال أسلوب دمج العلوم، لتطبيق أسلوب دمج العلوم. رابعا، إدراج معرفة كيفية مفهوم الدرجة الروحانيات، ذلك من خلال تدبر تعليم الكتب السماوية الغير محرفة والأحاديث النبوية الشريفة. يعني وبخصوص هشرح لك كل حاجة بالتفصيل. طيب واحدة واحدة عشان ما ننساش. احنا آخر لغاية حاجة دلوقتي عند آخر حاجة أربعة. أنا فاكرهم. آخر حاجة في الفرق البحثية، بخصوص الجيل الحالي من المعلمين والمتعلمين، سنقوم بشكل متوازي بتطوير مهارات الجيل الحالي من المعلمين والمتعلمين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام على التكنولوجيا البدائية الحديثة، وذلك لتحديد وتوفير الاحتياجات الحياتية والتدريبية. ودي كانت كل ما جاء في الفرق البحثية، ده كان ردي عليه. الكلام ده كان إمتى؟ هنركز في التواريخ. أنا قدمت الورقة دي في الملتقى العالمي الثاني طب قبل يوم ما 20/4/2019. قبل ما نتكلم عن التقديم خلينا نشرح بس ما أنا عشان اللي انت ما قلته ده. أنت عشان تربط الأحداث هنفكر بره الصندوق وندمج العلوم ونربط الأحداث ونستنتج. اللي أنا كتبته ده كتبته إمتى؟ واللي حصل بعد كده حصل إيه؟ وإيه اللي قبل كده حصل؟ وإيه هي نظرية تحديد الواقع واكتشاف الزمن والتنبؤ بالمستقبل اللي أنا اتكلمت عنها؟ هي النظرية دي عبارة عن ايه بقى؟ النظرية دي هي تجديد الخطاب الديني اللي كانت في 2018. دي أنا كتبتها في 2018. أنا أخدت البكالوريوس في 2018 وعملت ماجستير إدارة أعمال مكثف في نفس السنة وكتبت النظرية. النظرية كتبت بعد الخطاب، أنا كتبت الخطاب الأول وبعدين ألفت عليها النظرية. بعد ما حللت اللي كتبته استنتجت منه إن هي واقع وزمن وسبب. كل إنسان في الدنيا ليه واقع. إيه هو الواقع؟ الحالي، الوقت الحالي. أنت ليك واقع وأنا لي واقع والأستاذ لي واقع والأستاذ لي واقع، وكل إنسان في الدنيا ليه واقع حياته اللي عايشها، وفي نفس الوقت كل العالم عايش الواقع. عشان نعرف بكرة فيه إيه لازم ندرس الوضع الراهن، الوضع الحالي اللي هو دراسة الواقع. وعشان تدرس الواقع لازم ترجع للدراسات السابقة، تعرف اللي قبلك وصلوا لإيه وإيه إحنا وصلنا لفين عشان تعرف اللي جاي إيه. في التخطيط الاستراتيجي أنت المفروض بتقول أنا فين وكنت فين ورايح فين. أنا فين وعايز أوصل لإيه وأعمل ده إزاي. ده بالنسبة للشركات المؤسسات الحكومية كده لازم تحط هدف، هدف على مدة سنة و5 سنين و10 سنين، وهتحقق الهدف ده إزاي والاستراتيجية التحقيق للهدف. تمام. دي حاجة غير اللي أنا بتكلم فيها. ما انا عاوز افهم بقى ايه الواقع والحاضر والمستقبل والكلام اللي انا مش قادر أفهمه. الموضوع ده جه إزاي وبدأ إزاي أصلا؟ يعني انا اعرف اللي بيقول الحاضر والمستقبل بيبقى معاهم ماضي. اول مرة اسمع يعني الواقع مع الحاضر مع المستقبل. ما هم دول السلسلة بتكمل بعض. عايزين نعرف بقى ازاي. هنشرح بالتفصيل. وأنا إيه اللي خلاني أكتب الخطاب الديني؟ لأن أنا مش ما درستش في أزهر. ده اللي انا كنت لسه اساله. أنا ما درستش في أزهر وأنا ليه أنا أكتب خطاب ديني؟ ده بالظبط مع الأحداث. أنا خلصت الجيش وفتحت محل مشروع إضاءة كهربائية في البلد، في المحل عندنا في البيت، وقعد سنة ما كملتش فيه لأن أنا كنت مهتم أكتر بشغلي بره.
مع محبش ان انا اقعد. ما شاء الله الادوات الكهربائيه ديت حاجه من الحاجات اللي فيها فلوس جدا. ما انا ما كنتش مهتم قوي بيه، لان انا كان شغفي في التعليم وفي في شغلي بره، في الحركه بره. وفي تفاصيل برضو تانية يعني، مشاكل عائليه انا ما حبيتش ان انا ايه احط نفسي فيها. قلت انا اريح دماغي من حاجه يعني واشوف انا دنيتي مم. في بعيد. شيل ده من ده يرتاح ده عنده. بالظبط كده. المهم بعد 2013 انا خلاص اخدت 2012 13 في المحل، وبعد كده ايه وانتبهت لشغلي. اخدت دورات طاقه شمسيه، اخدت دورتين طاقه شمسيه. طاقه شمسيه ديت دورات مكثفه. اه كانت اول واحده 4 ايام في سوهاج. عرفت يعني ايه طاقه شمسيه وايه مكونات الطاقه الشمسيه انا اسمع ان الطاقه الشمسيه ديت مكونه من الواح فضيه من الفضه. والالواح زجاجيه معموله من من فضه. رمل، بتعمل من رمل. رمل مش فضه. من الرمل. في سخانات شمسيه. المهم انا دي كانت دوره مكثفه، يعني ايه انا اخدنا فكره عامه منها. كانت تمام. في سوهاج عندنا. بعدها بكام شهر كان في مصنع طيبة سولر في التجمع، مدينة نصر في التجمع الخامس. الدورة في أسبوعين مدينه نصر ولا في التجمع؟ في مدينة نصر. دورة أسبوعين في مصنع طيبة سولر. تمام. ده أنا بصراحة استفدت فيه منه كتير. كانت عن ايه الدوره؟ كانت عن الطاقة الشمسية برضه، بس دي كانت استفاضة شوية. احنا عرفنا مكونات الألواح، اللي جمعنا اللوح بأيدينا طب من وده المصنع. هيفيدك في ايه في نطاق شغلك؟ يفيدني أنا كهربائي. اه بس انا أنا اقصد. أساسا صنعتي كهربائي. بس شغال في الطاقه الشمسيه ده حاجه تانية ما خالص، لا أنا شركات درست ما مخصصه. أنا درست إيه. لا شركات مخصصه الطاقه الشمسيه تصمم الالواح وتعمل بطاريات انا ماشي، ما انا ممكن اعمل منظومه واركبها. انا تقدر تعمل بالفعل الكلام ده يعني. انا بالفعل نفذت الكلام ده. انا عملت ركبت سخان شمسي في مسجد في بلدنا. سخان شمسي. اه بمعنى السخان مبني على الطاقة السخان الشمسية. بيشتغل بالطاقه الشمسيه. طب هو موضوع الطاقة الشمسية ده موفر ولا ادفع كهرباء احسن؟ مش هتدفع. يعني انا هو قصدي غالي. انا كأحمد دلوقتي مثلا عندي متجر مثلا حوالي 20 متر في 20 متر، بياخد منه كهرباء في الشهر 500 جنيه. اركب طاقة شمسية ولا اعتمد ان انا ادفع هو كل شهر؟ عامه ما بتحسبش 20 متر في 20 متر. لا انا ما عارف هو بتحسب بالكيلو وات، بس انا اقصد تقريبا يعني. ما تقريبا دي اولا الالواح الشمسيه بتاخد مساحه. انت عندك المساحه اللي هتحط فيها الالواح الشمسيه. يعني انا في 2017 لما اكيد الكلام ده اتطور. طبعا. الكيلو وات عشان تنتج كيلو وات محتاج ل 30 متر مسطح عشان تفرد عليه الألواح الطاقة الشمسية. لأن الألواح بتتفرد بزاوية معينة. اه تمام. ولو في وراها ألواح بتسيب مسافة ما بين اللي ورا واللي قدام عشان عشان الظل. الشمس تنزل عشان على ظل الشمس ما يجيش ما من دي على يضللش، دي. ولا اتجاه معين. وليها اتجاه معين وزاوية معينة. وتتنضف كل فترة. لازم الصيانة كل فترة. الصيانة بتبقى كل قد ايه تقريبا؟ انا سمعت انها 10 سنين. مش شرط الصيانة الدورية عشان التراب أهم حاجة ده. التراب تمام، التراب تمام تنظيفه هيظبط الدنيا وهيقوم بالواجب. انا اقصد الصيانة على مدار كل على قد ايه؟ حسب في إيه اللي 10 باظ سنين عندك. وفي 25 على حسب أولا المكونات. والشركة المنتجة. ما هي الشركة، هي مكونات الشركة إيه. مم. يعني انت بتشتري، ممكن اشتري انا كيلو وات ب 10000 جنيه، في كيلو وات ب 45000 جنيه. مم. المكونات بتاعت ده بالسعر ده. يعني مم. الافضل بشكل عام لو انا كواحد، سواء حتى هنتكلم على المثال العام الوقت انا كالمشاهدين دلوقتي. العملية فين؟ عملية في المزارع عشان في مساحات وعندك انت ما بتحتاجش كتير. لكن انا عشان اعملها في بيت تبقى مكلفة، وعشان انا محتاج مساحة. مع السطح. لان السطح مش هيغطي معايا الكمية الطاقة اللي انا عايز انتجها. انا عندي مثلا بيت 5 ادوار، 5 شقق. متوسط الشقة على الأقل أقل حاجة عايز 10 كيلو في اليوم. مم. طب في 5 50 كيلو. أنا هوزع فين ألواح في السطح لو البيت مساحته مثلا 100 متر؟ تعال يعمل لك 5 ادوار كمان الواح أنا شمسية. عايز مساحة مسطحة مش ارتفاع. أنا عايز مسطح او على الاقل ما ينفعش عشان الالواح. ألواح. لو انا مثلا اعمل لوح هنا واسيب مسافه للظل واعمل لوح هنا، ما ينفعش، لازم هتيجي الظل عليه. لازم الشمس لما تبقى فوق الس... هيجي عليه تاني. أيوه الشمس هي. بقت هنا الظل هيجي على تحت تاني، فما ينفعش. ما ينفعش. فلازم عايز مساحه بتقطع. مستقيمه. لا مساحة مسطحة. طب ولو افترضنا مثلا المساحه متوفره، اجيب الواح طاقه شمسيه ولا ادفع لو كهرباء؟ المساحة متوفرة برضو على حسب انت هتستخدم قد ايه. هي موفرة. انت ممكن تبيع الفائض بتاعك للحكومة. والحكومه هتشتريه؟ تتعاقد معاهم في عدادات اون جريد، في نظامين للطاقة الشمسية، اون بس جريد واوف جريد. حتى موضوع ان انا اعمل طاقه شمسيه ده هيساعد جدا
تحقيق الرفاهية الاجتماعية، لأن أما أنا أبقى واحد عامل كهرباء عندي في البيت، أقلل على الضغط على الكهرباء للبلد، ولا شايف إيه؟ انت طبعا لما عملت طاقة شمسية وعندك فائض في الكهرباء انت هتبيعه للدولة. فبالتالي وفرت وقللت الضغط على الكهرباء بتاعت البلد. ماشي، ما اختلفناش، بس انت عندك المساحة اللي انت هتحط فيها الألواح اللي انت بتتكلم عنها. حاليا لو بيت دوران مثلا زي أي بيت موجود دلوقتي في المناطق العادية، لو في بيت لو حواليك لو أعلى بيت منك دورين، مش هينفع. ما هو على حسب اتجاه الشمس. مم. قبل ما بننفذ أي حاجة بنعمل دراسة يومية على المكان. يعني هنقعد في شوف اليوم لفة الشمس بنشوف جاية اتجاه ازاي، الشمس من الشروق للغروب، هتعمل له ظل في أي منطقة، لأن وهتعمل لك أنا ظل بفترة قد إيه؟ بالظبط أنا ما ينفعش يكون عندي ظل في الألواح في أي فترة من الفترات، مم. لأن الظل في مكان بيضعف عمل المنظومة كلها. والله لأنها توالي مش توازي. كلها مشغلة بعض بالتوازي. الشرايح في اللوح بيسلموا بعض، انت لو فصلت عن شريحة مش هتسلم اللي مش بعدها. هتسلم اللي بعدها، هتفصل عن اللي بعدها، فأنت قطعت لو الدايرة، جالك شوية ضلة. خلاص ضعفت الانتاج. طب والشتاء بقى، بالنسبة للشتاء الشتاء والغيوم مش برضو الغيوم بتأثر. تأثر عليه. فانت لازم عشان تعمل طاقة شمسية لازم يكون عندك برضو البديل بتاع الشبكة العمومية، بحيث ان انت عندك في يوم 2 3 حصل غيوم وما طلعتش الشمس. مفيش بطاريات تخزن الكلام ما ده؟ هو في بطاريات، بس مش هتخزن لك 3 بس أيام. ده مش هتخزن 3 ايام، البطارية هتخزن لك يومك، مش يومك كمان. انت البطارية انت بتتحسب المدة دي على عدد ساعات تشغيل. عشان نعمل منظومة انا عندي 10 لمبات، مروحتين 3، تكييف، سخان، مش عارف ايه، كل حاجة من دول بتحسبها كم واط وهتشغلها كم ساعة في اليوم. تقريبا ممكن بمعنى أصح، أنا اللي زي الدراسات اللي بتتعمل في الشركات، أنا بصرف مثلا في اليوم كذا عن كذا، يبقى أصبح في الشهر بصرف كذا، فأنا عايز حاجة تديني ده وزيادة شوية احتياط. بتعمل كده ماشي، بس انت عملته بالليل بس عشان ما تعملش منظومة كبيرة. انت عندك مكان محدود. انا عملت مثلا 10 كيلو في 6 ساعات مثلا، ال6 ساعات دول من امتى لامتى؟ من الساعة 6 للساعة 12. بس انا مش هشغل كل ده بنفس الطاقة في ال6 ساعات. انا عندي 12 ساعة مش 6 ساعات اللي هي مظلمة فيهم بالليل اللي هم من 12 6 مثلا، ل6. ممكن يزيدوا ساعات عن كده كمان. ممكن لان انا بالنهار انت بتشتغل على الاستخدام المباشر من الالواح، مم. لكن بتبدأ شغل من البطاريات بالليل فترة من بعد المساء، الغروب، بعد الغروب على طول. بتشتغل من البطاريات. او ممكن حتى لو هو بيت مثلا الشمس بتغرب عنه بدري، مثلا لو فضل له اول نهاية وصول الشمس لا تبدأ تستخدم البطاريات. هتحتاج تزود عدد البطاريات عشان عشان تعوض معاك المدة. طبعا. يعني هو يبقى بمعنى مختصر كده، يبقى مفيد اكتر واكتر جدوى للناس اللي هي عندها مزارع، ما هو وكمان عندها صعوبة ان هي توصل كهرباء. بالظبط، ده فهات هيوفر معاهم كتير. هات الواح شمسية وحط بطاريات. انا عندي مزرعة اشتغل. محتاج بس الموتور الغاطس، سواء كان 3 4 5 10 حصان، اه والغرفة بتاعت الحارس فيها تلفزيون، تلاجة، لمبة، مروحة، حاجات بسيطة. هتدي لها لوح. ما هي بنفس المنظومة، في نفس المنظومة، مش هعمل لها لوح تاني، اه لأنها في الغالب بتتعمل جنب الغرفة. يعني المنظومة بتتعمل جنب الغرفة بحيث إنها جنبك مكنة الري عشان ما تمدش أسلاك كتير. الغرفة جنب موتور الرفع جنب المنظومة واشتغل بقى على أو طول، يشتغل وتبقى احسن جدوى. أو بتبقى طيب توفر عشان كتير. نرجع لموضوعنا بقى. نرجع على الموضوع. كنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره. لا طب هو يأثر على المجتمع المصري دلوقتي؟ الوظائف المستقبلية هتقل بسبب إيه؟ هي هتقل بسبب ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي قلل شغل الموظفين كتير. يعني الجرافيك ديزاينر دلوقتي اللي هو يعتبر من الحاجات اللي كان عليها ضغط في الفترة الأخيرة، اللي أنا واحد أعمل تصميم شات جي بي تي في ثانية بيعمل تصميم، ما ننكرش إن ده عمره ما يقلل وظيفة العمل. هيقلل الوظيفة. بس في الوقت الحالي هو كده كده هيقل، بس تدريجيا. يعني أنا دلوقتي ما اقدرش اعتمد على الذكاء الاصطناعي 100%. أنا وبعد 10 سنين هتروح فين؟ ما فيش 10 سنين، ده سنة ولا اتنين كمان. ماشي، انت سنه اتنين في مجالك انت بس، وانا بتكلم على باقي، انا بتكلم بشكل عام. يعني هو حاليا دلوقتي لو جينا ننزل الصين هنبص هنلاقي نسبة عربيات كتيرة جدا ما فيش فيها سواق. ايوه، ما هو كله ما قياده فيش ذاتيه. فيها ايوه ماشي ما فيش صح. فيها أصلا الزجاج اللي بشوف منه السواق. ايوه كاميرتين بس للايجنت او الاي اي اللي بسوق العربيه. ايوه، حساسات سنسورات ورا وقدام وعلى الجناب. وما شاء الله انا شفت فيديو منتشر لعربيه ما فيش فيها ازاز، وفيها كاميرا بتشوف لك وسنسورات، ومن غير اي شخص داخل جواها ولا غير اي تدخل بشري، جايه تاخد بضايع من مكان في الصين وتقريبا موديها شنغهاي. فخدت حملت البضايع ومشت، قام جايه مديها اشاره واستنت
ادت اشاره شمال واستنت الاشاره، اشاره المرور لما تخلص وعدت ومشت، المفروض انها راح توصل ومفيش فيها ولا خدش. تمام. وشفت برضو عربيه تقريبا لا اتذكر نوعها، عربيه كهرباء وفيها تقريبا سايق الكتروني او فيها تحكم الكتروني. كان في حادث مفاجئ والعربيات كلها جايه من ورا، فالعربيه طلعت بره المسار. فمش عارف بصراحه دلوقتي يعني نقدر نحدد ازاي الاي اي ايجابي ولا سلبي، ولا هل هو زي الموبايل ليه استخدامين، استخدام ايجابي واستخدام ليه سلبي؟ اكيد استخدام ايجابي واستخدام والاكتر سلبي. ايه؟ الاكتر السلبي. يعني يأثر على المجتمع ازاي؟ زي ما بنشوف برضه الصور، واحد ممكن يعمل صورة لواحدة ولا صورة لواحد ويحطه بالظبط. بالاي اي، كل ده بيتعمل. والصوتيات دلوقتي، وزي ما قلنا من شويه نهايه الوظائف. يعني لسه من انا انا شوية انا يهمني ان انا الانسان البشري انه يشتغل ويبقى في حركه، ما لو ما اشتغلش هيحصل خمول، هيحصل بطاله. هو ممكن الانسان البشري يشتغل، بس يشتغل بتفكيره اكتر من ان هو يشتغل بدراعه شوية. زي ما بنشوف مثلا دلوقتي في الصين بتعمل ادوات للزراعة. دلوقتي وليكن الفلاح ممكن يزرع فدان في قد ايه، في اسبوع، اسبوعين، 3 ممكن، عشان يزرع فدان وليكن رز او يشتل او يعمل اي محصول مثلا. ممكن لو حاجة زي اللي احنا بنشوفها في الصين ممكن يزرع 100 فدان في يومين. فده قللت الجهد. اصبح بدل ما انا هفكر ازاي ازرع 2 فدان، هفكر ازاي ازرع 100 فدان وازاي ازرع 1000 انتاج، 1000 فدان، فزودت الانتاجية بتاعتي. ماشي، انا زودت الانتاجيه، بس في المقابل ايه حصل؟ انا في قللت فرص العمل، قللت فرص العمل. بس زودتها الناس. بطريقة اخرى. ثواني، فين الطريقه الاخرى؟ اللي انا وفرت فرص عمل بالذكاء الاصطناعي. يعني انا دلوقتي محتاج موظفين ذكاء اصطناعي. انا لا، عندي، خلينا في نفس المثال بتاع المزرعه اللي انت كنت شغال عليها. لا طبعا عمري ما انا خلاص وفرت 10 عمال مثلا كانوا هيشتغلوا مع ال 100 فدان دول مثلا، بقى هيروحوا فين؟ ولا ال 10 فدان. هيروحوا فين؟ هيروحوا يشوفوا لهم شغل، فرص شغل بالاي اي. ما هو لو كل واحد فكر بنفس الطريقه ان هو هيعمل كده في شغله الخاص، كتير من العشرة هيبقوا 20 انا عن و100 نفسي، ومليون. في في الشغل انا الاي اي وفر لي كتير. الاول كنت محتاج كونتنت كريتور يقعد يكتب لي محتوى فيديوهات ريلز 1 2 3، اعمل ابدا بهوك كذا، حط في الاخر سي تي كذا وكونتنت كذا. ممكن مثلا كان في الشهر 2000 جنيه كونتنت كريتور بس. دلوقتي سلام عليكم شات جي بي تي، برومبت معين، اديني مثلا خطة محتوى ل 20 يوم، كتب لي سكريبتات 20 يوم، وفر عليا 2000 جنيه. وفي نفس الوقت قطع شغل واحد كان شغال وبياخد 2000 جنيه كل شهر مثلا، مقابل ان هو يعمل سكريبت ل 20 فيديو. فأثر، قلل فرصة عمل هنا وزود فرص عمل. يعني الاي اي زود فرص عمل لناس كتير. مش بس تأثيره بقى على المجتمع ايه؟ مش بس تأثير ده دلوقتي. يعني نربطه ازاي بحروب الجيل السادس والسابع؟ السابع. تعمل ايه لو جيت في يوم، في لحظة مش في يوم، هي هتكون في غمضة عين وما لقيتش اي وسيلة من وسائل الاتصال والاصلاح والاقتصاد موجودة. مش موجودة، كانت اختفت اتعطلت. يعني تقصد زي ده احنا لسه من فترة كنا لسه طالعين من حريق سنترال رمسيس، شفت شفت بنوك، حصل ايه؟ شبكات. انا عن نفسي ده شغل حريق ضغط، رمسيس بس. ده طيب. سنترال واحد. ايوه، ده بالظبط اللي اتكلمنا عنه في الفئة البحثية، لما قلت بخصوص أنواع الوظائف المستقبلية فإنها ستقل عما هو عليه الآن، وذلك نظرا لما سيترتب عليه نتائج الحرب العالمية الثالثة، وذلك إسنادا لنظرية تحديد الواقع واكتشاف الزمن والتنبؤ بالمستقبل. ولكن سيتم عوضا عن ذلك توزيع المهام والوظائف الحالية بشكل يتناسب مع الوضع القائم وما سيكون عليه في المستقبل باستخدام التكنولوجيا البدائية الحديثة، وذلك لتوفير الاحتياجات الحياتية والتدريبية. يعني ايه؟ هنفصص بالراحة تفاصيل دي. واحدة واحدة يعني كده بنقول ومن الوظائف البداية. هتقل، ده تمام مفروغ منه. وعرفنا ايه السبب اللي هيخليها تقل. الاي اي. مش بس الاي اي، احنا مش ما بتكلمش عن انا بس الاي اي اللي هو هيقلل الوظائف. امال في ايه تاني ممكن يعمل يعني وظائف؟ الحرب العالمية الثالثة اللي ضغط الزرار هترجعنا 200 سنة ورا. هو الحرب العالمية التالتة هتبقى دي اللي بطاقة دي كهرومغناطيسية؟ اللي هتنهي جميع الأجهزة والمعدات والوسائل الحديثة. مش هقول تكنولوجيا لأن التكنولوجيا حاجة. طب ايه تعريف التكنولوجيا؟ التكنولوجيا إيه التكنولوجيا بالنسبة لك؟ يعني إيه تك... التكنولوجيا بالنسبة لك؟ إيه هي التكنولوجيا بالنسبة لك؟ اي حاجة جديدة بنقول عليها تكنولوجيا. يعني مثلا إزاي؟ يعني دلوقتي ممكن نقول تكنولوجيا المعلومات،
مثلا لو في حاجه طالعه جديده بنقول عليها والتكنولوجيا. لا، اديني مثال. زي ما بنشوف دلوقتي مثلا على يعني انت بالنسبه لك ده تكنولوجيا مثلا؟ ده يعتبر تكنولوجيا ال- بالنسبه لوقت. اللابتوب تكنولوجيا؟ اللابتوب ممكن دلوقتي في الوقت العربيه الحالي، والطياره والصاروخ اللي ممكن نقول على التليفون الزراير في وقت تكنولوجيا. تمام. ده تعريف خاطئ للتكنولوجيا، مش دي التكنولوجيا. امال ايه التكنولوجيا؟ التكنولوجيا هي في الأساس مصطلح يوناني، وبينقسم لجزئين: تكنو تعني حرفة أو مهارة، ولوجيا تعني علم. تكنولوجيا على بعضها علم الأداء أو علم التطبيق. الكلام ده مش جديد، موجود على جوجل وموجود في كتب المناهج الدراسية. بس المفهوم عن التكنولوجيا إن الأجهزة والموبايل والكمبيوتر والكلام ده هو التكنولوجيا. طب تعالى نحلل إحنا الكلام ده. يعني إيه؟ يعني تكنولوجيا كلمه يونانيه. كلمة يونانية، مصطلح يوناني بينقسم لجزئين: تكنولوجيا تكنو. يعني ايه تكنو؟ حرفة حرفه. او مهارة. ايه بالبلدي كده بلغتنا بس، يعني ايه الحرفة والمهارة مثلا واحد شغال في حداد مثلا معاه حرفه يدويه او مهاره. بالبلدي كده؟ الصنعة. صنايعي. صح كده؟ صح. طيب، ده اللي بقى مش هتلاقيه موجود على جوجل. مع التطور والتقدم المتزايد في علوم الأداء أصبح لدينا العديد والمزيد من الأجهزة والمعدات والوسائل الحديثة. بمعنى، أنا صنايعتي كهربائي. اتبنى بيت، طبعا البيت مش بيطلع منه لنفسه. في بقى الونش بيجي اللودر بيجي يحفر، وبعد كده بتتعمل القواعد الأساسات وبنرمي الخراطيم. بيشتغل سباك ويشتغل بنا ويشتغل بتاع محارة وما إلى آخره إلى المهن، عشان يطلع لك البيت في الآخر إيه؟ بشكله اللي أنت بتشوفه. تمام. قيس بقى على كده الأجهزة والمعدات. أنا واحد اخترع حاجة، الشاشة مثلا واحد اخترعها، البطارية واحد اخترعها، المايك واحد اخترعه. قيس على كده كل حاجة، جه واحد في الآخر جمع كل ده في حاجة. مم. قيس على ده كده أي جهاز، مش حاجة معينة. فهي الحرفة والمهارة اللي هي الصنعة اللي عند الشخص، العلم اللي عند الشخص اللي خلاه يخترع حاجة زي كده. يعني ايه برضو؟ أنا درست واتعلمت إن أنا أخترع حاجة، اخترعتها. تمام. تمام. مع الوقت الحاجة دي اتطورت، أنا طورت منها. مع تطوير لحد ما وصلت لواقعك الحالي. مع التطور والتقدم المتزايد في علوم الأداء في المجالات الكتير، أصبح لدينا العديد والمزيد من الأجهزة والمعدات والوسائل. يعني زي انت بتقصد دلوقتي، زمان كنا نسمع عن المخترع، انما الوقت عدت بيقولوا عليها المبتكر. يعني هي الاختراعات، هي حاجه الاختراع حاجه جديده اول مره تنزل. الابتكار تطوير من حاجه موجوده او ط- حل المشكله جديده. بالظبط. ده اللي انت تقصده بمعنى صح يعني. بالظبط. اصبح اللي موجود كله تطوير ودمج من تكنولوجيات موجوده. مش من حرف ومهن. حرف ومهن اللي هي اختصارها اللي هو زي ما احنا عرفنا التكنولوجي. بالظبط كده. باختصار اللي احنا بقى موجوده بكثره. لكن بعد الحرب العالمية الثالثة وانتهاء ما هو آلة، هنرجع التكنولوجيا بقى من الاول، موجودة، التكنولوجيا موجودة. بس مش عارفين نوظفها. ولكن بالظبط احنا محتاجين بقى ايه؟ ان احنا نوظفها في البداية الحديثة. يعني ايه التكنولوجيا البداية الحديثة؟ ان انا اقدر في الوقت الحالي اوظف اللي موجود في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت يبقى عندي فرق تانية بتشتغل على الاساليب البدائية، بحيث ان انا ابقى لما يحصل حاجة زي كده ابقى انا مستعد اه. باساليب تانية يعني بطرق تانية يعني ان انت انا. دلوقتي بتستعد بعد ما الحرب العالمية التالتة. بالظبط كده. يعني وقت ما نبقى احنا في البدائية هيبقى انا معايا الحاجات اللي تشتغل اللي بدون. تشغلني ما توقفنيش. اه. يعني مثلا دلوقتي انا معتمد كل اعتمادي الكلي على كاميرا بتحط في الفيشة وتشتغل. تمام. لو حصل حرب عالمية التالتة والطاقة الكهرومغناطيسية دخلت في الموضوع ده وكل ده وقف، اصبح ان انا معيش حاجة اشتغل بيها، لازم معيش يكون اعرف انا عندي اصور. لازم يكون عندنا بديل يجيب لي مصدر دخل. كده احنا عرفنا ازاي الوظائف هتقل، ايه اللي هيسبب ان الوظائف هتقل. يعني دلوقتي الوظائف مش هتقل بالاي اي بس، ده لو حصل حرب عالمية تالتة. وخلي بالك، الكلام ده اتكتب امتى؟ اتكتب في 2018. 2018 النظرية، في 19 التوصيات. ايه الفرق بين النظرية والتوصيات؟ ما هي التوصيات دي اتكتبت بعدين. انا استنتجت ازاي ان الوظائف هتقل؟ بناء على النظرية. بناء على النظرية. تمام. نظرية انا
بتكلم فيها عن الحرب العالميه الثالثه والحروب بشكل عام، واحنا وصلنا لفين في حاله طب الزمن. هو فعليا دلوقتي احنا شغالين على ان احنا نعمل احنا في 2018 بدايه 7 العجاف. ازاي بقى؟ تعالى واحدة واحدة. ازاي بقى؟ 7 عجاف اللي هو بتاعت الآية في النظريه انا اثبتت ان التاريخ بيعيد نفسه والزمن بيعيد نفسه. ازاي؟ طبعا التاريخ بيعيد نفسه كتير يعرف ازاي التاريخ بيعيد نفسه، انا مش هتكلم في ده كتير. يعني ازاي يعني؟ كمثال ازاي؟ كمثال بسيط ان التاريخ بيعيد نفسه. على مر العصور، كل العصور هناك من يأتي من يصلح ومن يفسد. على مر العصور عندك 7 عصور الإسلامية. انا اسمع برضه مقولة حلوة قوي تقول لك ان الجيل الاول بيبني، والجيل التاني بيتمتع، والجيل التالت بيهد. بيهد. الجيل الاول يبني والجيل التاني وهكذا انت يتمتع وماشي. والتالت يهد. ده تاريخ احنا ماشي كده. مش هنتكلم في تفاصيل الأحداث. الا عيلة الروتش لا، قال لي روتشيلد دول ده موضوع تاني، دول بيفلوس بس. بيبنوا بس. بيدوا بس. بيبنوا بس. بيبنوا نفسهم وبيهدوا الباقي. كم؟ التاريخ بيعيد نفسه، هنربطها بالزمن، او مش الاول من الزمن. انت عندك ربنا سبحانه وتعالى على رأس كل 100 عام بيؤتي بالأمة بمجدد الدين، أو اسمه مصطلح تجديد الدين. ده اللي كان منتشر في 2018. خرجت الكنيسة ببيان في 2018 بتقول: نحن صناعة الضيقة العظيمة وما زلنا نتخبط في الفتن ولا ندري نحن بأي فتنة. طب واحدة واحدة بقى لأن الكلام ده صعب. الشيخ الأزهر خرج في بيان بعد كده واتكلم وقال إن إحنا في فتنة سياسية، والمشكلة إن المنهج الأزهر ما بيربطش الدين بالسياسة. يعني إيه؟ يعني هو ما قالش إيه هي الفتنة اللي إحنا فيها، لأن إحنا في فتنة سياسية، ومنهج الأزهر مش بيربط الدين بالسياسة. ده بالظبط كان موضوع بحثي ودراستي، في تفاصيل برضو كتير حصلت معايا أنا شخصيا في 2018، من أول شهر رجب لآخر شهر شعبان. أنا في شهرين. في مدة شهرين. شهرين تقريبا. أنا في الفترة دي أنا كنت مأجر شقة. كنت بفكر إن أنا أفتح فيها مشروع، بس لسه ما استقرتش إيه المشروع. أنا كنت لسه مخلص دورات الطاقة الشمسية. شاب بقى عايز يدخل بداية حياته، عايز يفتح مشروع خلاص. في دماغي مقاولات، في دماغي طاقة شمسية، في المهم إن دماغي أنت حاجات تفتح كتير. مشروع. وأجرت شقة بالفعل، وشقة في بيت خالي في وسط البلد، مكان مميز وموقع استراتيجي حلو. ساج. شقة حلوة في البلد في جرجا. أجرت الشقة، استلمتها في شهر 2. استلمت الشقة ما كانش سيراميك راكب. أنا شطبت الشقة، ما شطبتهاش كامل يعني. أنا ركبت سيراميك وعملت تعديلات في الكهرباء، وعملت المعيون وبطانة، وسبتها على آخر لون بحيث إن أنا أشوف إيه اللي هعمله عشان على أساسه أختار الألوان وأشطب. أنا كنت ماسك في الوقت ده ومن قبلها ماسك في مدرسة اسمها مدرسة نور المعارف الخاصة بجرجا. دي بالمناسبة مدرستي في المرحلة الابتدائية أنا كنت فيها، فكان في شغل صيانة فيها. فرحت في كشاف كده في الطرقة فاصل لمبة نص نيون، فبفكها. طلعت على الترابيزة وبفكها، فلقيت فيها خفاش. كان نايم كده جنب المحول. اللي هي اللمبة اللي هي لا، اللمبة النيون، العصاية. اللي هي العصاية الكشاف بتاعها داخل فين الخفاش؟ داخل من جوه الصاية من جوه، وجوه الصاج. فأنا نزلت دي لقيت ده مكتف كده وجنب المحول ونايم. رحت أعمل مشرف العمال جنبي كده واقف اسمه عم البدري، ولا فين الزردية عم البدري دهاني. رحت ماسكه من رقبته من هنا اهو، مسكته بالزردية وسبت الكشاف مدلدل. لا فين كيس عم البدري قاعد يصوت الخفاش. هات كيس، تاني كيس، رحت حطيته في الكيس ولفيته. رحت بالزردية نزلت الكشاف ولميت العد. انا ونازل كان الدكتور علي رئيس مجلس الإدارة بتاع المدرسة، ده كان أستاذي في المرحلة الابتدائية لما كنت طالب في المدرسة. في الوقت الحالي هو رئيس مجلس الإدارة. كان خارج من المدرسة ودخل سوبر ماركت، فأنا شفته راح هناك وهو خارج، بقول له: يا دكتور الخفاش ده ينفع في المعمل؟ راح بص لي كده: انت بتحنط؟ انا بحنط. ينفع في المعمل ازاي؟ تحنيط. عايز تحنطه؟ انا حنطت قبل كده ورنا في 2012 اواخر 2012. تحنط ليه؟ طيب ليه مبدأ التحنيط؟ حنطت عايزه يتبعث يعني ولا ايه؟ عايزه يتبعث يعني ولا ايه؟ والله انا قريت كتير وانا بقرا في حاجات كتير في مجالات كتير من زمان. تمام، كويس من ناحية التثقيف، بس حبيت اجرب.
تجرب تحنط ولا تجرب اه تبعث؟ لا احنط، ما كنتش عارف الكلام ده الاول. موضوع انه البعث هيبعث والكلام ده، لا، ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده. ما انا بقول ما في الناس اللي بتتكلم في كده، انا ما اعرفش التفاصيل ليه، بس هي كفكره كفكره تحنيط. كتير بيقول ان ما حدش عادي يوصل لسر التحنيط. تقريبا في علوم بتقول ان في ناس بدأت تعمل عملية تحنيط لبعض الحيوانات، ماشي، بس ما والنتيجه توصلش لفترة اللي الفراعنة كانوا بيعملوه. طبعا. مستحيل. ما الفكره مش في ان انا كيفيه التحنيط، ما التحنيط سهل، لكن النتيجه ما وراء التحنيط ده السؤال. دايما حتى اصلا تيجي تبص عشان تعرف الفعل الحالي، زي ما اللي هو أسامة كان قايل، عشان تعرف الفعل الحالي بص على الناتج ايه. شوف بالظبط. الناتج هتعرف ايه اللي حصل. يعني مثلا دلوقتي لو احنا عندنا مبنى دخلوا دقيق طلع منه خبز، يبقى ايه؟ فرد. ايوه ماشي. مبنى دخله بقر طلعت منه كيلو لحمة مثلا أو ما هو مجزر كذلك برضه. فاحنا بنبص فعلا على النتيجة، فبناء عليها بنبدأ نعرف ايه اللي حصل قبليه. تمام. بعد ما خلصت معاه بقول ينفع اللي ينفع في المعمل، قلت له ماشي. فانا اخدته معايا الخفاش، ما موتهوش، انا سبته. انا قريت عن الخفافيش وبتاكل ايه، وانا كنت هربيه لحد ما يموت لوحده. وبالفعل ما كملش 3 4 ايام ومات لوحده. هو ما رضيش ياكل، قال بياكل صراصير وحشرات وجبت له، والله جبت له، بس ما اكلش لان هو اعمى بيعتمد على صيده. تردد، اه بيبعت مثلا شوية تردد يوصل أشعة يرد فوق يرجع تاني. أشعة فوق البنفسجية. أنا سمعت إن هو الخفاش مبني على التردد، بيعمل ذبذبات صوتية. أيوه، لو رديت ردت له في يبقى في دي حد قدامه، ما بالظبط. رديتش بيكمل طريقه. كذلك برضو سنسور الالتراسونيك اللي هو مبني عليه، اللي هو بيتعمل بقى عصا المكفوفين. كان احنا برضو للعلم استخدمناه في مسابقات كتير، زي مسابقة المبتكر، الحمد لله انا طلعت فيها الاول على الدهلية. كانوا بيجيبوا سنسور زي ده الالتراسونيك مبني ان هو يرسل تردد ويترد على التردد، المسافة اللي اترد فيها ويرجع له يعرف ان في حاجة قدامه. يجي مثلا واحد كفيف ما يقدرش ان هو يشوف، فبيحط سنسور زي ده في عصاية، ارسل قدامه تردد عرف ان حاجة قدامه، تن تن تن. بيعمل له هزاز فيبريشن. بالظبط نفس المبدأ بتاع الخفاش تقريبا. المهم أنا أخد كام يوم ومات. جبت بقى عدة الشغل. اشتغلت كونت بقى، بقى انا والنشرات. هحمدك النهارده. لا، كان معايا واحد صاحبي اسمه محمد الحياني موجود معايا في اليوم ده. يا ريت بقى يا جماعه لو حد بيتفرج من المشايخ بتوعنا يقول لنا هل قتله الخفاش وتحنيته حرام أنا ما ولا قتلتش حلال؟ خفاش. امال انت حنطته أنا بقى صحيح؟ لا، أيوه بعد ما مات لوحده. هو مات لوحده؟ مات لوحده، أنا ما قتلتهوش. طب ومبدأ التحنيط ده ما نعرفش بصراحه، نبقى نشوف المشايخ يقولوا في ايه، هل هو حلال ولا حرام؟ تمام. وعملت بقى ايه في الخفاش؟ موجود حتى الآن في المدرسة، محنطه وسايبه في المدرسه؟ متحنط ومعمول له صندوق ازاز وموجود في المدرسه حتى الان. انا بعد ما حنطته كان معايا صاحبي موجود اسمه محمد الحياني، فبيقول لي انت بتحنطه ليه؟ فانا تلقائيا قلت له عشان التعليم. عشان التعليق. اه. خلصت تحنيطه وعملت له صندوق ازاز 15 سم في 15 سم، هو خفاش صغير، ومحنطه مفروض جناحاته. يعني انت فردت جناحاته مفروض وحنطت عليه؟ طب حنطته ازاي؟ لازم يعني. عايزين نعرف. هتلاقي كتير بيقلد، الاطفال بتحب بتقلد. لا احنا هنعرف يا جماعة الموضوع ده بنتكلم دايما في البودكاست بتاعنا على سبيل التوعية وفي نفس الوقت المعرفة بس. الاطفال بتقلد، اللي هيسمعني من الاطفال هيروح يحنط حد؟ الله اعلم، فبلاش. خلاص المهم ان هو اتحنط. المهم ان هو اتحنط. تمام. لو حد عايز تعرف اتحنط ازاي اكتب في كومنت وهبعت لك رقم دكتور حسن اسأله على طريقة التحنيط. ممكن بس برضه في نفس الوقت من باب المعرفة فقط. ممكن من باب المعرفة. انت بتفضي البطن، تخرج الاشلاء اللي في البطن تمام. الامعاء. كلها الحاجات اللي بتعفن دي. الحاجات اللي بتعفن بتخرجها، وبتحشي مكانها ملح خشن، وتخيط بس، وبتدهن زيت بعد كده، زيت كتان. زيت كتان. اه. خلاص ما عادش وتسيبه لحد ما ينشف. عشان كده بتيجي تلاقي مثلا في المجازر اما يخلصوا جلود الحيوانات يفرشوها طول كده ويحط ويحط عليها عليها ملح عشان ما تعفنش، عشان ما تنشف، تعفنش. عشان تصفى المية منها وتنشف. يعني التركية في الملح وزيت الكتان. وفي حاجة تانية برضه. مم. في اسرار كتير طبعا سر للتحنيط. المهنة بقى. اسرار طبعا. ماشي يعني مالناش الحاجات دعوة. العامة اللي ينفع تتقال، في حاجات ما ينفعش تتقال. مالناش دعوة بالتحنيط، نرجع للجانب بتاعنا. في سؤال مهم جدا عاوز اسأله. اتفضل. بالنسبة للمليار الذهبي. هنجيله لما نخلص بس الموضوع انا بتاعه عايزك عشان تلخص لي المليار الذهبي في دقيقة. هنلخصه.
في دقيقة. عايز اعملها فيديو شورتس، المليار الذهبي في دقيقة. ايه فكر المليار الذهبي؟ مين المسؤول عن المليار الذهبي؟ والهدف من المليار الذهبي؟ وليه معمول المليار الذهبي ده؟ المليار الذهبي أحد حروب الجيل السابع. مم. طيب مين المسؤول عنه؟ المتحكمين في العالم. مين المتحكمين في العالم؟ اليهود اليهود، والصهاينة بالتحديد. تحديدا الصهاينة. تحديدا الصهاينة. وطيب عشان المشاهدين يبقوا عارفين برضو الفرق ايه بين اليهود والصهاينة بسرعة. اليهود ده أهل كتاب، مسلم ومسيحي ويهودي أهل كتاب. والصهاينة الصهيوني ملوش كتاب، إيه كتابه؟ هو اللي عامله. الصهيوني والماسوني دي حركات، منظمات، وليس اليهودي حاجة والصهيوني حاجة. طبعا هم عملوا الكلام ده عشان يعرفوا يرتبوا على واللي عايز يعرف تفاصيل أكتر عن الكلام ده يدخل على جوجل يعرف الفرق بين وبإذن الله اليهودي والصهيوني. في بودكاست قريب جاي هيبقى معانا اللواء اسامه الجمال هيتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده. ولو تلاحظ برضو كان في فترة من الفترات في السنتين اللي فاتوا كتير من اليهود طلعوا قالوا إن هم ما لهمش علاقة باللي بيعملوه الصهاينة الصهاينة في في فلسطين. فلسطين. اه وفعلا ولقينا شفنا في مظاهرات اتعملت. كتير من اليهود طلع، وعلى وفي فكره أوروبا برضه وفي امريكا برضه يعني بنشوف ان في ناس بتطلع تتظاهر بينما مش بتأيد ده. بصف الجانب الفلسطيني وغزه، بالرغم ان هم قد يكونوا يعني هو في الاول والاخر بني ادمين وعندهم مشاعر وعندهم ضمير. فموجود موجود البني ادم اللي يحس بغيره. وبنلاقي برضه في بعض الاوقات جمعيات حقوق الانسان والكلام ده كله. المليار الذهبي عايزين يخلوا العالم من 8 وهو داخل في 9 مليار، عايزين يخلوه مليار. مليار واحد. مليار واحد. طب ليه كده؟ انت مين عشان تعمل كده؟ قال لك الموارد الطبيعية اللي على الكوكب ما مش تستحملش الأعداد دي كلها. طيب يعني هو دلوقتي اللي يقصدهم، ما ربنا اللي بيرزق، قادر الله ربنا سبحانه يرزق وتعالى مليار، يرزق 7 مليار و8 مليار و100 مليار. وسبحان الله الطبيعة بفطرتها أو بالطبيعة بشكلها الطبيعي الناس بتلاقي زي ما الأكل، في مواريث في وفيات. بتشيل من هنا بتروح من هنا. بالظبط كده، ده ربنا سبحانه وتعالى ده هو اللي منظم الكون. بالظبط. هم مش عاجبهم بقى الكلام ده، هم عايزين عايزين حاجة. ينظموا بدماغهم، عايزين حكومة موحدة للعالم، وعملة موحدة عملة موحدة ودين للعالم، موحد. ودين موحد للعالم. اللي إبراهيم اللي طالعين بيه ده وهو مش هيحصل، وعلى جثتنا الكلام ده مستحيل. يطالبوا بيه حتى الآن. طبعا كل ده الهدف الأساسي منه هدف اقتصادي بحت. هدف اقتصادي وسياسي وديني. يعني ما ينفعش نبص للموضوع ده ان هم مثلا عاوزين دين، ان هم شايفين ده الدين الصح. لا ده هم عاوزين الدين ده اللي عشان يمشوا بيه الناس. لأغراض تانية. بالظبط كده. قال لك انتوا المسلمين والمسيحيين واليهوديين كله بينتمي لإبراهيم، يبقى دين إبراهيمي. يا عم دين إبراهيمي احنا هنألف دين. المليار الذهبي ده مش كله مليار من كافة الأغنياء. يعني مش مليار لا شخص. لازم يكون كلهم في أغنياء. مجموعة اللي تشتغل، العبيد العمال اللي عندهم اللي عايزينهم. شوية يشتغلوا وشوية ياكلوا ويترفهوا من اللي الناس هتشتغل. ايوه. طب ما يجيبوا AI ولا حاجة. مش هيبقى في ساعتها يا اي. مش هيبقى فيه، خلاص دخلنا على الحرب الثالثة. اه. طيب يعني طب النقطة برضو المهمة في الموضوع اللي وصلتنا ازاي انا استنتجت برضو الكلام ده، اللي كانت معايا زمان وعلمت معايا ووصلتني اللي انا بتكلم فيه. اصل الحكاية بذرة حلم. في عمر 7 سنين انا حلمت ان انا بخترع حاجة. ازاي؟ طب واحدة واحدة كده. ايه هي الحاجة اللي انا بخترعها؟ انا مش فاكر. مش شايفها. انت حلمت ان انت بتخترع ايه مش عارف انا اللي شايفه في الحلم حاجة بقطعها وبجمعها. ايه هي؟ انا مش عارف، بس انا بخترع حاجة. ايه؟ معرفش. انت ما شاء الله بتشوف احلام، يعني طياره هليكوبتر نازله طالعه على سلم وبتخترع دي حاجه. في عمر 21 سنة. انا الاحلام عندي سبعات في عمر كل 7 سنين و و14 و21 و28. التحقيق بقى انت عايز تحقق في اللي 28. ما هو تحقق اللي في 7 في 28. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ اديني كام سنة؟ ممكن مثلا اديك 27 28. انا كان عندي 28 في 2018. 2018. تميت انت بتقول انت 28. دفعه الجيش في 2011. يعني الجيش انا كان عندي 21 سنة. 20 يعني المفروض 22. النهارده لو احنا بنتكلم في 2021 يعني تقريبا. لا انا فاتتني، يعني انت عندك حاجه و30 صح كده؟ 35 سنة. 35 ما شاء الله. طيب بدأت ازاي اصلا، او الفكرة ده جالك ازاي؟ ما هي الفكرة جت من كده، من اصل الحكاية بذرة حلم.
انا حلمت ان انا بخترع حاجه، مش شايف ايه اللي انا بخترعه، انا حاجه بقطعها وبجمعها. اه ايه هي دي؟ انا ما كنتش عارف. لسه بتشوف. لما كان عندي من 9 ل 10 سنين، مش حلم بقى، انا كان في كتاب، كنا بنروح كتاب المسجد جنب البيت. اللي هو مكتب كتاب كتاب اللي هو بتحفظ نحفظ القرآن. قرآن وحديث والكلام ده. عندنا برضو في الدهلية اسمه مكتب. هنا في الايام دي مكتب تحفيظ قرآن مكتب او تحفيظ قرآن اكاديميه. أو أكاديمية تحفيظ لكن قرآن. على ايامنا والشيخ كان الكتاب، احنا حضرت كتاب، هو الكتاب. زمان كان اسمه كتاب، أنا سمعت برضو قرأت عنه كان زمان اسمه ورجع كتاب. دلوقتي كتاب، رجعوا لي الكتاب دلوقتي. المهم، كانت ايامها دي كانت انتفاضة الاقصى الاولى، انتفاضة الاقصى، واحداث كتير كانت في الاقصى في الفترة دي. فانا سالت الشيخ الجامع، قلت له هي فلسطين هتتحرر امتى؟ المسجد الاقصى هيتحرر امتى؟ قال لي اجابه غريبه قوي. توقع يقول ايه؟ صلاح الدين. قال لي لما نرجع لزمن السيف والخيل. الله. نعم. وإيه إجابة منطقية. ازاي يا الشيخ محمود ابو خضير، الله يمسيه بالخير، هو موجود لحد حتى الان. ربنا يتوب. ازاي يا عم الشيخ؟ مين اللي قال لي الكلام ده؟ قال لي القران اللي بيقول كده احسن. طب وإزاي هنرجع لزمن الخيل ده؟ ما انا في دماغي بقى ايه، احنا في ظل التكنولوجيا والاختراعات وي 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 اللي زمن احنا الخيل ده، عايشينه. ما الخيل ده ما نشوفوش إلا لو إحنا مثلا اللي انا بنتصور عليه. بحكيه لك ده، انا كان عندي 10 سنين. اه ده الكلام ده 2000 من سنه 2000. من 20 سنة 25 سنة. اه. فانا خدت منه الكلمه وطبعت هنا، ما نسيتهاش. في عمر ال 14 سنه انا بشتغل من وانا عندي 14 سنه كهربائي. ما شاء الله. في عمر ال 14 حلمت ان انا واقف وبشرح وبدرس. انا في الوقت ده انا في اولى تجاره، كنت دبلوم. عمر 14 في أولى تجارة. امم الكلام زمان بقى كان الكلام ده. انا خدت ده اولى ابتدائي، كنت 5 سنين. اه دلوقتي 7 سنين. دلوقتي ما شاء الله. ما كانش على ايام 6 ابتدائي، اه ما كانش في 5 ستة. واولى اعدادي. خمسة وأولى إعدادي على فدي طول. فرقت. فده اللي فرق تمام. تمام. الدبلوم اخدته على 16 سنه. كنت موظف، اصغر موظف على مستوى الجمهوريه، 17 سنه. اه كنت بشتغل في شركه النوبريه للسكر وزان. موظف حكومي. مش هو قطاع استثمار. موظف قطاع استثمار. في النوبريه في طريق اسكندريه الصحراوي. اه ما شاء الله، يعني انت كنت شغال في طريق اسكندريه الصحراوي وانت اصلا من سوهاج وانت عندك 17 سنه. 17 سنه ما شاء الله. اشتغلت في الميزان. كان الوقت ده كان المصنع في التأسيسات لسه بإنشاءاته، ما كانش لسه في حاجة ميزان، المبنى بس ومفيش أي حاجة طوالي ولا أي حاجة. اشتغلت في المخازن، وزعونا بقى عشان يستغلونا. كان في الوقت ده خبراء من إيطاليا موجودين، وفي الحاويات بتاعة المراجل البخارية والتوربينات موجودة في المخازن، واحنا رحنا ساعدناهم إن احنا كنا بنجمع المكونات بتاعة المراجل البخارية والتوربينات، بنطلع المكونات من الحاويات ولوحات قد الأوضة اللي احنا فيها دي، نفردها على الأرض في المخازن. القطعة دي، مش القطعة، الجزء ده في المعدة في 1 2 3 10 100 قطعة، بنطلعها ونرتبهم دي هنا. خط تجميع. بنجمع احنا الخط كله. بيجي برضو حاجه اسمها اس كي اف تقريبا، اما حد بيجي يستورد من الصين او بيجي يستورده من بره مصر بتلاقي فيه 3 انظمه استيراد، اللي هو الاول حاجه اللي هو محتاج خط تجميع وخط عماله مدرب يجمعه، وتاني حاجه اللي هو محتاج بني ادم طبيعي يجمعه بس محتاج يتجمع، وتالت حاجه اللي هو بيجي متجمع جاهز. انتوا كنتوا بتشتغلوا على نظام احنا اللي كنا هو بنشتغل خط اللي احنا تجميع. بنجمع. احنا كنا بنجمع في المخزن، ومعانا الخبراء مهندس يجي والمساعد بتاعه فني. تنزلوا من الحاويه. ننزل من الحاوية، و- بناخد أجزاء جمع. على قد ما نقدر نشيل ونودي للمكان اللي هيركب فيه. تمام. احنا بنجمع الحاجات الصغيرة اللي نعرف نجمعها في مكاننا. والباقي يتركب في مكانه. بنجمع كتل كتل كتل، وبنروح بالرسم برضو على المكان اللي بنركب فيه ونركب هناك. ده خدنا فترة، يمكن فترة حلوة يعني معاهم، حتى في يوم من الأيام ما ميوش الاثنين، المهندس والمساعد بتاعه الفني ميوش. رحت أنا فتحت الرسم واشتغلت. ما شاء الله. خلاص انا معايا من فتره. لما جه تاني يوم وشافني انا ايه اللي عملته وجهزته، اتفاجئ بيه. بقى ما بيشتغلش لما اكون انا موجود. طب خلينا نرجع برضو لكلام نرجع لموضوعنا. الشيخ لما قال لك ان لا، الحرب. ما ده جاي بعدين. احنا خلاص دي انا خدت الكلمه وموجوده هنا. يعني انا سمعت برضو، مش فاكر كان لواء مين اللي كان بيقول
ان لن تحرر فلسطين الا بصلاح الدين. لما سالناها فلسطين هتتحرر امتى، قال لنا صلاح الدين. عايزين صلاح الدين يرجع تاني. وانا كنت مفكر صلاح الدين اللي هو صلاح الدين الايوبي، ما هو طلع فعلا صلاح الدين لن تحرر فلسطين، لن تتحرر الاقصى الا بصلاح الدين. ولن ياتي صلاح الدين الا بصلاح ولا الدين. ياتي صلاح الدين الا بصلاح الدين. فنجانا لنقطة ان احنا محتاجين صلاح الدين. محتاجين نصلح ديننا ونصلح ايماننا ونصلح خلي بالك الكلمة دي انا سمعتها من كتير يعني، بس ما كانتش مفهومه، بس بتتفهم لما تتشرح. في ناس بتقولها كتير بس لا انا بس مش فاهمة معناها. اول مرة اسمعها كلمة لن تحرر فلسطين، او لن يقوم يعني العرب اتحادهم قائمة إلا بصلاح قوة الدين، عظمى الا بصلاح الدين. دايما يعني البداية بتبقى البداية من ولم العقيدة يعود من صلاح البذر. الدين إلا بصلاح الدين. ولن يعود صلاح الدين الا بصلاح الدين. صلاح الدين الاول اللي هو صلاح الدين ان كل واحد يصلح ايمانه، يبدأ بنفسه ويصلح ايمانه. تمام أكيد. صلاح الدين التاني اللي احنا محتاجينه فعليا. نرجع برضو لموضوعنا. طيب يعني الحرب العالمية، أنا قرأت مقولة بتقول إن الحرب العالمية الأولى قد حدث والتانية قد حدث، وفعلا ده حصل. الحرب العالمية التالتة مش عارفين، كان مش عارف المفروض كانت لمين، بيقول لك الحرب العالمية التالتة معرفش هتبقى عاملة إزاي، بس اللي أنا متأكد منه إن الحرب العالمية الرابعة هيبقى بالسيوف والسكاكين. ما هي ده بالظبط اللي خلانا نستنتج اللي قاله لي الشيخ زمان، والأحداث الحالية مع دراسة الكهرومغناطيسية، القنبلة الكهرومغناطيسية وتأثيرها وتداعياتها والآثار المترتبة عليها، فدي اللي هتوصلنا لكده. وهو ده برضو اللي بيأكد فكرة إن التاريخ بيعيد نفسه. ما قلناش إزاي الزمن بيعيد نفسه. من هنا أنا ربطت الأحداث باللي قاله لي الشيخ ومن استنتاجي من الكهرومغناطيسية. إزاي هنرجع لزمن السيف والخيل، وإن إزاي الكهرومغناطيسية هترجعنا ل200 سنة ورا. وده اللي بيخلينا برضو نستنتج إزاي الزمن بيعيد نفسه. أنا قلت لك إزاي التاريخ بيعيد نفسه، إزاي الزمن بيعيد نفسه. كل يوم الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب، 24 ساعة ده وقت من الزمن بيعيد نفسه. وكل أسبوع سبت حد اتنين تلاتة أربعة خميس جمعة ده تاريخ وزمن بيعيد نفسه. كل شهر هجري وميلادي وعبري تاريخ وزمن بيعيد نفسه. القمر يكتمل من هنا ويرجع من هنا. كل شهر، كل سنة، كل عام كذلك الأمر، تاريخ وزمن بيعيد نفسه. كل 100 عام في تاريخ وزمن بيعيد نفسه، مش بالأشخاص لكن الأحداث بشكل عام. كفلكيا اللي أنا بشرحه لك ده فلكيا، وعلى صعيد آخر بالنسبة للأحداث العامة التاريخ بيعيد نفسه. كل 100 سنة تاريخ وزمن بيعيد نفسه، لأن عندنا أحاديث بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيأتي للأمة على رأس كل 100 عام اللي يجدد الدين. طب هل تجديد الدين ده معناه إن إحنا نغير في الدين؟ لا، تجديد الدين ده اللي إحنا في مواضع معينة في القرآن الكريم ما بتتفسرش صح غير لما يجي زمنها. كذلك أحاديث آخر الزمان بالذات اللي إحنا عايشين فيها. يعني إيه ما تفسرش صح غير لما يجي زمانها؟ يعني إيه ما تفسرش صح غير لما يجي زمنها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته كريم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. ما هو الأشد وفي أي عام وما هو التمكن في الأرض؟ قول لي. الموضوع ده عاوز حلقة تانية. هو ده بالظبط موضوع النظرية، موضوع الخطاب. اللي عاوز يعرف الكلام ده اكتب في كومنت واحنا نعمل حلقة تانية مع دكتور حسن بإذن الله. ما الفخر إلا لأهل العلم أنه على الهدى لمن استهدى أدلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. فبالعلم نحيا وبالعلم نرقى وبالعلم نقود العالم ودائما وأبدا مصر أولا. دلوقتي عرفنا مصر أول، ولسه في أسئلة كتير بإذن الله، وفي حلقات تانية هنبدأ نتكلم عنها ونشوف لو حد عنده أي أسئلة يقدر يكتبها في الكومنت، وبإذن الله هنرد عليكم في حلقات تانية جاية.
وبشكر حضرتك جدا. وعشان شكرا ليك نختم وأشكرك طبعا أنت والأكاديمية. نختم برضو الموضوع، واتشرفت جدا باللقاء ده، وبإذن الله يبقى في لقاءات تانية جاية. إن شاء الله. تلقيا لطلب الناس اللي أنا متأكد هيبدأوا في الكومنتات تب 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 تب، وهيبدأ يجي أسئلة كتيرة، ولسه في حاجات كتيرة كنا حابين نتكلم عنها ومحتاجة وقت عشان برضو ما نطولش وقت الحلقة. أكيد طبعا. بشكر حضرتك. كنت معاكم أنا أحمد محمود مندور من مركز منة النصر محافظة الدقهلية، وبإذن الله في بودكاستات جاية، وقولوا لي عايزين تجيبوا مين تاني. شكرا، إلى اللقاء.